اسمي آلاء عصام، خريجة من كلية علوم قسم كمبيوتر ساينس. حاليا شغالة معيدة في الجامعة اليابانية في كلية CSIT اللي هو كمبيوتر ساينس اند تكنولوجي اللي هي حاسبات ومعلومات. يعني أنا خريجة أصلا من كمبيوتر ساينس بس علوم جامعة اسكندرية. بعد ما اتخرجت قررت ان انا اشتغل في الجزء الاكاديمي بجانب بقى حته الكورسز، يعني بس الكورسز دي اخدت القرار بعديها تقريبا بمده، يعني نقول مثلا حوالي سنه او حاجه اللي انا هبدا بقى في الكورسز. فبدات الاي سي دي، وبعد كده دخلت في الام او اس اللي هو مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست. الحمد لله، يعني اخدت شهاده الام او اس ماستر في برامج الاوفيس، يعني لو بتسمع عن الام او اس اللي هو مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست. وبعد كده بدات ان انا طب انا كده يعتبر بعيده شويه عن المجال بتاعي، فخليني ارجع في المجال بتاعي طبعا بجانب شغل التدريسي والماجستير. فاضطريت ان انا خلاص بقى وانا محتاجه ان انا اركز اكتر في الجزء بتاع الداتا ساينس عامه. فبدات في الاناليسيس، وهو ده اللي يعتبر تخصصي اكتر. بس بجانب طبعا احنا يعني هنبقى نتكلم ايه الداتا ساينس وايه الداتا اناليسيس والبي اي والحاجات دي، هقول لكم ايه الفروقات ما بينهم وايه الحاجات دي، يعني ايه الكلام ده كله اللي انا بقوله يعني. بس عامه انا تخصصي الاساسي داتا ساينس، بس كشغلي بقى العملي على واقع الشغل مش اكاديمي هو الداتا اناليسيس تحليل البيانات. اشتغلت برضه روبوتكس وبروجرامينج انستراكتور في تكنيك ستيب فيتشر، اللي بتسمعوا عنها. بندي كده كورسات روبوتكس وبروجرامينج لاطفال صغيرين، وبندخل مسابقات زي الاف ال ال والاو ار سي والروب فيست والحاجات دي. يعني الحمد لله دلوقتي ما بقتش يعني الوقت ما بقاش يسمح ان انا انزل معاهم، بس من فين لفين كده بحضر معاهم مسابقات كجادج بقى او كترينر، يعني كمدرب معاهم. والحمد لله دخلت منحة الاي تي اي من فترة كده، تقريبا من حوالي سنة. شهر 10 اللي فات كنت مخلصاها، يعني كان في تراك البيزنس انتليجنس في البي اي ديفلوب. وهنتكلم كده ان شاء الله مع بعض في حتة الاي تي اي، وازاي نقدر لو انتوا عندكم فرصة ان انتوا تدخلوها ازاي تقدروا تجهزوا لها كويس وتدخلوها علشان تستفيدوا منها. طيب ده كده كتعريف. طب تعالوا بقى نبدأ في الشغل بتاعنا، والكورس بتاعنا عبارة عن ايه. احنا الكورس بتاعنا اسمه داتا اناليسيز اند ريبورتنج، اللي احنا بنتكلم عن تحليل البيانات. طيب حد بيقول لي تحليل بيانات، وحد بيقول لي داتا ساينس، وحد بيقول لي بزنس انتليجنس، وحد تاني بيقول لي داتابيز، وحد رابع خالص بيقول لي حاجه اسمها داتا وير هاوس، ومش عارفه داتا فيجواليزيشن، ومش عارفه عندنا بقى تولز كتيره جدا، بايثون بقى ده بروجرامنج، وسيكوال بروجرامنج برضو لغه برمجه يعني. ومش عارفه في عندنا اكسل وباور بي اي وتابلو. طب احنا نتعلم ايه؟ طب احنا واقفين فين؟ طب احنا هنبدا ازاي؟ فده اللي احنا هنتكلم عليه الاول. خلينا نتعرف الاول اصلا يعني ايه داتا وانفورميشن، ايه الفرق ما بينهم. وبعد كده واحده واحده هبدا اتكلم يعني ايه داتا ساينس، وايه التراكس او المجالات اللي فيها، بحيث نبقى عارفين احنا واقفين فين حاليا. وبعد ما نخلص هنعمل ايه، يعني الخطوه اللي بعد كده بعد ما انا خلصت الاكسل والباور بي اي واشتغلت بيه مثلا وعملت مشاريع والدنيا زي الفل وتمام، الخطوه اللي بعد كده انا محتاجه اعمل ايه؟ علامه استفهام. فاحنا محتاجين نبقى فاهمين المجال كله او التخصص كله عامه، وابقى عارفه انا عايزه اكمل ايه وعايزه اعمل ايه، بحيث واحنا شغالين ان شاء الله في الكورس يبقى انتوا هدفكم شايفينه قدام، يعني بعد ما نخلص ال3 شهور ان شاء الله على خير. ايوه الخطوه اللي بعد كده ايه؟ ما احنا ماشي، هو يفضل طبعا، ودي نصيحه بديها للناس، اللي انا هخلص مثلا اكسل وباور بي اي، فانا اتعلمت كويس الحمد لله اكسل وباور بي اي. الخطوه اللي بعد كده ما ابداش في حاجه جديده، يعني ما اتعلمش حاجه جديده غير ما ادي لنفسي فرصه، حتى لو اسبوعين، شهر، شهرين، سنه، مركزه على الجزء اللي اتعلمته، بحيث ان انا اقدر اطلع افضل برودكتس عندي في الجزء اللي اتعلمته، اللي هو الاكسل والباور بي اي مثلا، او التولز عامه اللي احنا اتعلمناها. طب عايزه اطور من نفسي شويه، لا هنبدا بقى نخش بقى سيكوال، هنبدا نخش ماشين ليرنينج، هنبدا نخش اي اي، ايا يكن هنشوف الحاجات دي دلوقتي مع بعض. ف... فبقدر الامكان نحاول ان احنا ناخد الفتره اللي هي ال3 شهور دي زي كامب كده، احنا مركزين قوي على جزء تحليل البيانات اللي احنا بنتعلمه مع بعض، واقول لكم المفروض ايه الخطوات اللي تعملوها عشان تطلعوا ان شاء الله باكبر استفاده من الكورس. وده الهدف الاساسي بتاعنا. يعني انا معايا باشمهندس احمد فرج، هو منتور معايا في الكورس. انا ببقى شغاله معاكم كل يوم جمعه ال4 ساعات او 5 ساعات اللي احنا هنشتغلهم ان شاء الله. وهو ان شاء الله هيبدا يخش معانا، بس مش الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعديه هيبدا يخش معانا يحل معاكم تاسكس اكتر. يعني كل سيشن بيكون فيه تاسك، والتاسك دي هو بيبدا يحلها معاكم في بروجكت، في افكار جديده مثلا انا مش هلحق اغطيها مثلا في السيشن، وممكن هو يغطيها بافكار مختلفه مثلا في الورك شوب اللي هيقعدها معايا. ف... فبقدر الامكان زي ما قلت لكم احنا هدفنا خلال ال3 شهور دول احنا داخلين كامب كتحليل بيانات، محتاجين نتعلم صح. تمام. زي ما هنتكلم برضو في الاول في الاخر، دي تول. يعني ايه تول؟ احنا بنتعلم الاكسل، دي اداه. الباور بي اي دي اداه. التابلو مثلا ايه تاني مثلا، انفورماتيكا مثلا، اس اس اي اس، السيكوال سيرفر، الاوراكل. في الاول في الاخر دي تولز. يعني ايه تولز؟ يعني ادوات. الادوات دي بتساعدني ان انا انفذ الحاجه بتاعتي او الهدف بتاعي. الهدف بتاعي ايه؟ اللي انا معايا شويه بيانات وعايزه اطلع منها معلومات مفيده،
فعلشان اعمل كده ادخلها على الاكسل، حد تاني هيدخلها على الباور بي اي، حد التالت هيدخلها بايثون ويشتغل، حد رابع هيدخلها على الداتابيز ويكتب سيكوال. فايا يكن احنا شغالين ايه التولز الاهم يعني في الفتره دي، اللي احنا نبني المايند سيت بتاعتنا صح، نبني طريقه التفكير بتاعتنا صح. اي حد يديني بيانات، ايه الخطوات اللي هعملها عشان اطلع المعلومه اللي انا عايزاها، دي اهم حاجه. طيب خلونا نبدا كده ونبدا نتناقش مع بعض. بصوا السيشن النهارده فيها جزء نقاش، تمام، وبعد كده ان شاء الله نخلص الجزء النقاش ده والجزء يعني مش بنسميه نظري، بس لازم تكونوا عارفين شويه يعني ايه مصطلحات كده محتاجين نبقى عارفينها مع بعض، زائد كمان نبني الاساسيات صح، نبقى عارفين احنا واقفين فين، علشان ما اجي ابدا بقى في الشغل العملي نفس اللي قلته دلوقتي هطبقه عملي على بروجكت كامل. تمام. فخلونا كده نتناقش مع بعض، هو ايه الفرق اصلا ما بين كلمه داتا وانفورميشن؟ ايه الفرق ما بين كلمه داتا وانفورميشن؟ ممكن الداتا هي بتبقى زي المادة الفعالة، بس يعني الرو ماتيريال اللي هي ايوه. لسه احنا مش عارفين، مش فاهمين فيها حاجة، أرقام وكده. والانفورميشن دي الحاجة اللي أنا طلعت منها، اللي فهمتها من الداتا بعد ما حللتها وبعد ما قسمتها وكده. ممتاز ممتاز جدا. حلو قوي. الله ينور عليك. فمتهيألي يعني. صح، لا مش متهيألك، هو صح. تمام، الله ينور. كويس جدا، ماشي، Thank you. عايزين نسمع الناس تانية. لا، إيه بس الفرق ما احنا بين ممكن كلمة داتا نقول ان وانفورميشن؟ الداتا اه. هي الانفورميشن، هو ناتج تحليل الداتا. حلو. فاهماني؟ تمام، صح، ممتاز جدا. يعني انا دلوقتي عندي الداتا، يعني مثلا وليكن انا عندي حاجه شبه العجينه، تمام. العجينه دي انا ممكن اطلع منها كذا توبيك. حلو. فده الحاجه الاساسيه بتاعتي اسمها داتا. ازاي بقى يبقى ليها انفورميشن؟ ده انا بحط عليها التاتش بتاعي وبظبط الانفورميشن بتاعتي. بمعنى تاني طيب. ان انا ممكن يكون عندي مثلا حد اسمه محمد. محمد ده لما انا احط عليه كذا حاجه هفهم ان محمد ده ماله. يعني محمد ده ستودنت مثلا في جامعه القاهره، معاه كذا، معاه كورسز كذا، اخدت تريننج في كذا. كده انا بدأ ما يبقى معايا انفورميشن مش بس داتا. صح صح، ممتاز 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 جدا، حلو قوي. ماشي، كويس جدا يا أستاذ رنا، الله ينور. ممكن ممكن نقول ان الداتا ديت هي البيز بتاع اي حاجه، وبعد كده بنبني عليها، او بعد ما نحللها وناخد منها بعض المعلومات، ناخد ناخد منها الانفورميشن العامه بتاعتها. ممتاز، صح ممكن. جدا. اه، الله ينور، كويس جدا، صح، الله ينور يا أستاذ حسن. اتفضل يا أستاذ محمود. هي الداتا عبارة عن مجموعة بيانات غير منظمة وغير مرتبة. لما ببدأ أشتغل عليها بطريقة معينة اللي هي بشكل الانفورميشن، بطلع منها الناتج اللي أنا محتاجه. أو هي عبارة عن أو مجموعة بيانات عشوائية، أو مش منظمة أو مش مرتبة. الانفورميشن هي حاجة، ناتج الداتا بعد ما أبدأ أشتغل عليها بطريقة معينة بتطلع، أقدر أطلع منها البيانات اللي أنا محتاجها. ممتاز، صح جدا، الله ينور. حلو قوي. ممتاز، الله ينور عليك، ما شاء الله. طيب كويس جدا. حد حابب يقول حاجة تانية في الجزء ده في الداتا والانفورميشن؟ كل واحد فينا على فكرة على حسب تعريفه، يعني أنا ممكن دلوقتي أعرف لكم نفس فكرة الرو ماتيريال، حد تاني هيعرفها بشكل يعني مثلا احنا عندنا أستاذ حسن مثلا في حتة الإنتاج والأغذية، فهو نفس الفكرة، هو بيجي له ماتيريالز أو بيجي له مواد خام. مواد الخام دي بيدخلها على الآلات بتاعته أو الماشينز بتاعته عشان تطلع لي منتج في الآخر. ده كده ده تعريف بكل بساطة الداتا والانفورميشن. أنا عندي شوية مثلا لو انا بعمل مثلا ابسط حاجه، انا جايبه لكم خشب، تمام، وعايزه اعمل ايه، اروح اعمل ترابيزه، اعمل كرسي. فانتوا بتعملوا ايه، انا جبت لكم الماده الخام بتاعه او المواد الخام بتاعه الكرسي او التيبل مثلا او الترابيزه، جبت لكم الخشب وجبت لكم كل الالات او كل الرو ماتيريال اللي هي المواد الخام اللي تقدروا تشتغلوا بيها، ودخلتوها على الالات بقى، او دخلتوها انتوا عملتوها بايديكم واشتغلتوا بايديكم، وطلعتوا لي في الاخر الترابيزه او التيبل او الشير يعني الكرسي. فهي دي فكره ايه، فكره اللي احنا البيانات عندنا هي بنسميها الرو ماتيريال، هي الماده الخام للمعلومه، هي الماده الخام للمعلومه. فانا دلوقتي عايزه اطلع معلومه مناسبه او اطلع برودكت او منتج، فانا محتاجه اعمل ايه، اخد البيزكس بتاعتي او اخد البيانات بتاعتي وابدا اشتغل عليها بري بروسيسنج او اشتغل عليها شغل المصانع عشان اقدر اطلع المنتج بتاعي. تمام، نفس القصه لو حد دارس كيمياء او حد دارس مثلا في الجزء بتاع الصيدله، احنا بيبقى عندنا شويه مواد، المواد دي ببدا احللها وابدا اشتغل عليها واحط ماده فوق ماده علشان اطلع في الاخر الدواء او اطلع في الاخر المنتج بتاعي. فهي نفس الفكره بالظبط، احنا الداتا ساينس دي يعني علوم البيانات، زي ما احنا عندنا علوم الفيزياء وعندنا علوم الكيمياء. فخدوا بالكم العلوم عامه، الساينس عامه
هو يعني مبني على ايه؟ مبني على التجربه، مبني اللي احنا بنقعد نعمل اكسبيرمنتس كتير او تجارب كتير عشان اطلع برودكت في الاخر او اطلع استنتاج في الاخر. فهي نفس الفكره بالظبط. انا بقعد اخد البيانات بتاعتي واقعد اشتغل عليها اشتغل عليها اشتغل عليها واقدر اطلع منها معلومات. بس انا ممكن اطلع منها معلومات او اطلع منها ريبورت او داشبورد مثلا، واستاذه رنا مثلا تعمل نفس القصه. انا وهي طلعنا نفس الحاجه بس المنتج بتاع استاذه رنا احسن من المنتج بتاعي. هي الفكره احنا ممكن كلنا ناخد البيانات اللي جايه لي كبروجكت مثلا او حتى الرو ماتيريال واقعد اشتغل عليها واظبط واعمل واعمل واعمل، وفي الاخر احنا طلعنا كلنا منتجات. بس مش كل منتج ينفع نقول ان هو ده افضل حل او افضل شكل او اسهل طريقه اللي انا اقدر اخلي اليوزر بتاعي او الديسيشن ميكر اللي هو متخذ القرار ياخد المعلومه بتاعته. فاحنا بقدر الامكان عايزين نحسن دايما من الشغل بتاعنا ونطلع المنتج في افضل شكل في الاوبتيمال. يعني ايه؟ يعني بنسميها كده ندور على اوبتيمال سوليوشن او افضل حل عندنا او افضل وسيله او افضل طريقه علشان اطلع المنتج بتاعي صح. تمام كده. زي ما قلت لكم انا إيه اللي بيفرق مثلا منتجات مثلا بتاعت ايه مثلا التيبلز مثلا. انا ممكن اروح اشتري مثلا من شركه اكس وما اشتريش من شركه واي. اشمعنى؟ مع ان هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بياخدوا رو ماتيريال يشتغلوا عليها ويطلعوا لي منتج في الاخر. ليه اروح لده وما اروحش لده؟ عشان جودة المنتج نفسه. علشان لما ببص على المنتج ده بقدر اخد كل المعلومات المفيدة او كل الفوائد اللي انا عايزاها. ده اللي احنا عايزين نسعى عليه دايما، ان احنا كل شغلنا كل حياتنا عامة بالاخص في حتة الداتا ساينس او علوم البيانات، اللي انا باخد بيانات عندي واروح اشتغل عليها وعلى حسب. حد عايز يشتغل ويطلع معلومات مفيدة فبيشتغل في الاناليسز، حد عايز يخزن البيانات بتاعه فهيروح يشتغل مثلا في حاجة اسمها داتابيز، لسه هنتكلم عن الحاجات دي. حد عايز يبريدكت او يتنبأ مثلا قدام احنا البيانات بتاعتنا في المستقبل هتبقى عاملة ازاي، فده جزء داتا ساينس وماشين ليرنينج واي اي. حد تالت خالص عايز يعملها زي ترانسفورم او يعني ايه فكره الفيجواليزيشن للتشارتس وكده، ده مثلا فيجواليزيشن. فكل واحد فينا وعلى حسب انا عندي بيانات وببدا اشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. حد هيعمل تيبلز، حد هيعمل شيرز، حد هيعمل مثلا ايه اقلام مثلا، على حسب كل واحد والمصنع بتاعه، على حسب كل واحد والمنتج اللي عايز يطلعه. تمام. فاحنا دايما بنقول ان الداتا هي الرو ماتيريال او الماده الخام للمعلومه. فانا باخد الرو ماتيريال دي واروح اعمل عليها شويه ترانسفورميشن او بري بروسيسنج، فاروح اعمل عليها شويه تصنيع واطلع المعلومه. زي مثلا بكل بساطه لو انا قلت لكم واحد واثنين، مش دي داتا عاديه بس نيوميريكال يعني ارقام. فانا عندي شويه نمبرز وهعمل عليها مثلا سميشن، فهتطلع لي في الاخر ايه؟ يعني انا اديت لكم شويه رو ماتيريال اهي، شويه داتا، وهتعملوا عليها سميشن او هتعملوا عليها جمع وطلعوا لي في الاخر ان مجموع الارقام دي 3. طب ما ده اللي انا عملته بالظبط. عندي شويه داتا اهي واحد واثنين، عملت عليها ترانسفورميشن او عملت عليها بروسيسنج، طلعت في الاخر معلومه ان مجموعهم 3، ده المنتج بتاعي بس. فده تعريف بسيط جدا لفكره الداتا والانفورميشن. حد عنده اي سؤال فيها؟ حد مش واضح معاه الجزء ده؟ نو يا دكتور. طيب كويس جدا. اتفضل. تمام. حلو قوي. ماشي. طيب تعالوا نتكلم عن الداتا ساينس عامة، وبعد كده هتلاقوني بتكلم بقى بالتفصيل اكتر عن الاناليسيس. زي ما قلنا من شوية انا في الاول في الاخر معايا بيانات، واحنا قلنا الداتا ساينس ده علوم البيانات. فانا زي علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء كل الساينس عامة معتمد على فكرة التجارب، ان انا بقعد اجرب واعمل تجارب كتير علشان اطلع ريزلت او اطلع في الاخر استنتاج ان ده مثلا افضل حاجه. تمام كده. واطلع شويه رولز. يعني احنا خدوا بالكم احنا لو بتعملوا تجربه، يعني لو فاكرين زمان كده احنا كنا في لما بنخش المعامل او في مثلا في الفيزياء او في الرياضه بنقعد نحل مثلا قوانين كتير عشان اطلع في الاخر استنتاج معين، كونكلوجن معين. فده الهدف بتاعنا. احنا برضو في الداتا ساينس انا بيكون عندي بيانات، البيانات دي ببدا اشتغل عليها كتير وابدا اطلع الحاجه اللي انا عايزاها. تمام. فاحنا عندنا مثلا لو انا بتكلم دلوقتي كشركه، انا بسم الله الرحمن الرحيم شركه جديده لسه بسم الله الرحمن الرحيم هتبدا، فانا عندي شويه بيانات ان انا اتعاملت الاول قبل ما اروح افتح الشركه، رحت عملت مثلا كشك صغير كده وبعت فيه منتجات. فانا قلت خلاص ان اي منتج او اي مثلا عميل هيجي لي هبدا اسجل البيانات بتاعته. فانا عندي شويه بيانات بتاعت كاستمرز مثلا او عندي شويه بيانات بتاعت المنتجات اللي انا هبيعها. فاول خطوه هعمل ايه؟ انا محتاجه اخزن البيانات دي. هل هروح اشتغل عليها على طول او اعمل بيها حاجه؟ ينفع. بس افضل حاجه ان كل مؤسسه عندنا لازم تروح تخزن البيانات بتاعتها في حاجه اسمها الداتابيز. يعني ايه الداتابيز اصلا؟ لو انا بسالكم كده جاي حد من بره ويسالنا يعني ايه اصلا داتابيز بابسط تعريف، او قاعده البيانات، يعني ايه قاعده بيانات؟ يعني زي الارشيف كده. حلو جدا، هي زي الارشيف. هو انا الارشيف اللي احنا بنرجع ليه. حلو. صح، حضرتك كمل. هو المرجع احنا للداتا.
احنا بنرجع بيه وقت ما يكون عندنا مثلا تشيك مثلا على حته معينه، او عندنا مثلا حصل بروبلم في حته معينه واحنا مش عارفين نكمل بعدها. ممكن يكون حصل اصلا دروب في السيستم اللي كنا شغالين عليه واتمسح من عليه حاجات، فهنرجع نجيب الداتا ديت بحيث انها تبقى دايما متخزنه في مكان سيف. مش سهل الاتلاف بتاعه، مش سهل ان هو يضيع، مش سهل ان هو يحصل فيه اي تلف يعني. ممتاز، الله ينور، حلو جدا، ماشي. حد كان بيقول حاجة صح كده؟ يعني انا ايه كنت بقول ان داتابيز؟ هو اتفضلي. المرجع بتاعي. حلو، هي المرجع كنت بقول بتاعك. ان هو طيب، المرجع بتاعي بالظبط. كويس. يعني لما بعمل العمليات الخاصه عشان اطلع الانفورميشن، لو حصل اي دروب في العمليه دي، فانا برجع اخد الماتيريال تاني من داتابيس عشان لو عايزه اظبط الشغل اللي انا كنت شغاله عليه. ممتاز، صح جدا، صح جدا. ماشي. انا ممكن اضيف حاجه اه، كمان عليه في اتفضل الاستخدام اكيد. بتاعه مهم جدا. في حاله مثلا زي اللي انا تعرضت لها الفتره الاخيره في الهاند اوفر، ممكن كمان ان ده بيسهل الموضوع بدرجه كبيره بالنسبه للشركات اللي عندها فروع كتير، اللي عندها داتا كتير. وعدم وجوده بيسبب مشكله كبيره بالنسبه لاي شركه في حاله زي ممتاز، صح، صح جدا، صح جدا. يعني يعني ان شاء الله كده لو ناويين تكملوا سيكوال، فاحنا الحته دي هتلاقوها نتكلم بيها بالتفصيل. بس خليني اقول لكم كده تعريف بسيط جدا للداتابيز. انا دلوقتي لو رايحه افتح اكونت او اعمل مثلا افتح اي ويب سايت، اي موقع عندنا، تمام، زي مثلا فيسبوك، مش المفروض هل انا بخش على طول على الفيسبوك، ولا المفروض ان انا بعمل اكونت عليه؟ مثلا هخش على امازون، هخش على مثلا زوم، هخش على اي ويب سايت، اي موقع، اول خطوه هل انا بروح اعمل براوزنج على طول او بتصفح عليه على طول، ولا المفروض اللي هو بيطلب مني ان انا اعمل ساين ان وابدا ادخل البيانات بتاعتي واعمل اكونت عليه؟ طيب خلاص، انا فتحت الويب سايت ورحت دخلت عملت اكونت، دخلت اسمي ورقم التليفون بتاعي والايميل والادرس، ومثلا لو هو هيئه حكوميه فهدخل الرقم القومي، ودخلت العنوان ودخلت كل التفاصيل. طيب بكره لما اجي افتح الويب سايت ده تاني، هل في كل مره ما باجي افتح الويب سايت ده، هل كل مره بدخل البيانات بتاعتي من الاول للاخر؟ اكيد لا. انا بدخل ايه؟ بدخل اليوزر نيم والباسورد، او بدخل اسم المستخدم وكلمه المرور. طب هي البيانات دي راحت فين؟ راحت لحاجه ورا كده اللي احنا خزناها في الاول، او اللي احنا كتبناها في الاول، راحت لحاجه ورا في الباك اند كده اسمها الداتابيز، قاعده البيانات، ان انا ببدا اخزن البيانات بتاعتي بشكل منظم، بشكل تيبلز، في بشكل يعني بنسميها ريليتد تيبلز. يبقى الداتابيز هي مكان بقدر اخزن فيه البيانات بتاعتي بشكل منظم، بحيث ان انا بكل بساطه اقدر ارجع البيانات بتاعتي بسهوله، زائد كمان ان انا اقدر اجيب منها البيانات. يعني مثلا احنا دلوقتي شركه بقى لنا 10 سنين، عايزه اجيب بيانات العملاء. طبعا لو الشركه دي مش حاطه البيانات بتاعتها في داتابيز، او يعني عامله داتابيز ومخزنه فيها البيانات، هيجيبوا البيانات ازاي؟ فاحنا دايما بنقول ان الداتا دي عامه هي من الاسيتس، يعني الناس بتوع بقى التجاره، هي دي الاسيتس بتاعت الشركه. فانا لازم اخزن الاصول بتاعتي، لازم اخزن البيانات بتاعتي، ابقى عارفه احنا مثلا احنا عندنا كام عميل دخل لنا خلال 10 سنين، طب عندنا مثلا اجمالي المبيعات اللي حققناها، طب احنا بنكسب ولا بنخسر، طب هنعرف ده ازاي؟ ما انا لازم يكون معايا داتا. طب الداتا دي اصلا بتتخزن فين؟ بتتخزن في حاجه ورا كده بنسميها الداتابيس، قاعده البيانات. فاي ابلكيشن، اي ويب سايت، اي سيستم، اي حاجه لازم يكون ليه الداتابيس بتاعته اللي بيخزن فيها كل حاجه. حتى برضه في الويب سايتس احنا على فكره كل ما بنخش بنعمل لوجن ونطلع ساين اوت ونعمل كل الحاجات دي، دي كلها حركه على الويب سايت، كل ده بيتسجل، كل ده كل حركه احنا بنعملها، بنروح على كذا ونروح نعمل كذا ونروح نعمل كذا، كل ده بيتسجل عندي وبيتخزن عندي في الداتابيز ورا. نفس القصه مثلا في المرور، لو انتوا مثلا الرادارات والحاجات دي، فالرادار بالنسبه لي هو بيخزن بيانات ايه؟ هو بيخزن بيانات بنسميها تايم سيريز، او اللي هو ايه يعني، ده كل ثانيه بيانات بتخش. فطبعا لو الناس بتوع الرادار او الناس بتوع المرور، الهيئات الحكوميه دي، لو مش بتخزن البيانات بتاعتها، هيقدروا يجيبوا لك الصوره بتاعتك وانت بتصور ازاي؟ فكل ده بيتخزن بس. فاحنا لو انا عايزه اخزن البيانات بتاعتي واعمل ستور للبيانات بتاعتي بشكل ستراكشرد او بشكل منظم، فبروح اخزنها في حاجه اسمها داتابيس، قاعده البيانات. فاحنا كده واقفين فين في حته الداتابيس؟ في حاجه اسمها داتا وير هاوسنج. حاجه اسمها الداتا وير هاوسنج، ان انا المفروض بتعلم لغه برمجه اسمها السيكوال، ستراكشرد كويري لانجويج، الاس كيو ال، علشان اقدر ان انا اكريت او اعمل انشاء لداتابيز، واقدر ان انا اشتغل وادخل البيانات واعمل ريتريف للبيانات وهكذا. بس احنا في شغلنا في الاناليسيز مش هنعمل كده. يعني هقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي. تمام، يبقى احنا دلوقتي علشان اخزن البيانات بتاعتي، احنا زي ما قلنا شركه في الاول في الاخر، احنا شركه لسه بتبدا، بسم الله الرحمن الرحيم، قررنا ان احنا نعمل داتابيز عشان نخزن البيانات بتاعتي. ورحنا اتعلمنا سيكوال او جبنا حد بيفهم في الاس كيو ال وعمل لنا الداتابيز. طيب حلو جدا. هبدا اعمل بقى ايه بعد كده؟ خلاص البيانات بقت موجوده عندي في الداتابيز. الخطوه اللي بعد كده،
عايزه دلوقتي اعرف الشركه دي بقى لها مثلا 5 سنين، بقى لها سنه، بقى لها 3 شهور، عايزه تعرف احنا ماشيين صح ولا لا. يعني ايه ماشيين صح ولا لا؟ احنا في ارباح، ما فيش ارباح، طب احنا بنكسب، طب احنا بنخسر، طب انا عندي عدد العملاء اللي بتخش لي مثلا قد ايه، عدد الاوردرز اللي طلبت مثلا قد ايه. فانا عايزه اجاوب على شويه اسئله. طب مين اللي هيجاوبني على الاسئله؟ هضطر ان انا اروح على البيانات واروح اعد بايدي واروح مش عارفه اجمع الارقام بايدي، لا الموضوع بيبقى صعب جدا. انا عايزه مجرد ان انا افتح الفايل بتاعي او افتح ريبورت كده يقول لي المؤشرات بتاعتي ماشيه ازاي، احنا بنكسب، بنخسر، عدد العملاء بيزيد، عدد العملاء بيقل، بيبقى مثلا فيها مقارنه ما بين الشهور، مقارنه ما بين السنين. فكل ده بيخدمنا مين؟ تحليل البيانات. فانا بيبقى عندي شويه بيانات وعايزه اطلع منها معلومه تفيدني. احنا المؤشرات بتاعتنا احنا ماشيين ازاي، احنا بنطلع ولا بننزل ولا ثابتين في مكاننا، ابسط حاجه. فده تحليل بيانات هيقدر يساعدنا في الحته دي. طب علشان اقدر اعمل ده هجيب شخص محلل بيانات، داتا اناليست، يقدر يساعدني في ده. سواء بقى هيشتغل على الاكسل، سواء هيشتغل على الباور بي اي، سواء هيشتغل بالبايثون على جوبيتر مثلا، بالسيس، بالماتلاب. في تولز تانية كتير، في تولز تانية كتير. بصوا خدوا بالكم من الحاجات المكتوبة على الأطراف دي تولز، الأدوات بتاعتنا اللي هتخليني أعمل داتا وير هاوسنج، اللي أنا أخزن البيانات بتاعتي أو أعمل أناليسيس البيانات بتاعتي. بس احنا في دي كده امثله بسيطه يعني. بس احنا في مجال الداتا ساينس عندنا تولز كتيره جدا، مش مطلوب مننا ان احنا نعرف كل ده. لو اتقنت واحد فيهم يبقى انا كده اقدر اشتغل على اي تول تاني. مجرد بس ان انا اعرف كل تول عندي بتعمل ايه او شكلها عامل ازاي والانترفيس بتاعتها عامله ازاي وبقدر اتحرك فيها ازاي، خلاص انا كده اقدر اشتغل بكل سهوله. بس الاهم ان احنا نتقن حاجه واحده بس كويس، ونعرف نفكر صح، ونعرف البروسيس اللي احنا بنمشي عليها او الخطوات اللي بنمشي عليها علشان اقدر اعمل تحليل بيانات صح واطلع معلومه مفيده. فده اهم من التول نفسها كمان. تمام. يبقى انا دلوقتي اول حاجه لو انا عندي البيانات بتاعتي رحنا خزناها في الداتابيز. طب بعد كده جبت شخص داتا اناليست علشان يطلع لي تقرير كده يقول لي المؤشرات بتاعتنا ماشيه ازاي. طب انا مثلا شخص، انا على فكره انا كنفسي صراحه، وهتلاقوني وانا شغاله هقول لكم انا مثلا مش بعرف اقرا الارقام الكبيره، فلازم اعمل لها علامه الالاف، لازم احط لها علامه الالاف اللي هي بتاعه الاكونتنج دي. فعلشان اقدر اعرف ده مليون ولا بالميات ولا ايه بالظبط. فمثلا لو انا شخص مثلا ما بقدرش اعرف اطلع المعلومات بتاعتي بارقام، فلا انا عايزه اعمل فيجواليزيشن على البيانات بتاعتي، عايزه احولها لتشارتز، رسومات بيانيه. ومش شرط يعني الحته دي على فكره، اما نيجي نتكلم ان شاء الله ونشتغل بقى فكره الداشبورد، يبقى عندنا تقرير واروح احول الداشبورد، استخراج المعلومه اسهل. يعني بدل ما ببذل مجهود واقعد مثلا دقيقتين او دقيقه عشان بس اعرف مين اعلى فرع عندي، او احنا بنكسب ولا بنخسر، او اجاوب على معلومه، بالفيجواليزيشن بقدر اطلع معلومه بسهوله. مجرد ان انا هبص على التشارت انا عارفه احنا بنكسب ولا بنخسر، عارفه مين اعلى فرع عندي، عارفه ايه اكتر شهر احنا بنحقق فيه مبيعات مثلا، او ايه اكتر كوارتر احنا بنحقق فيه مبيعات. مجرد كفيجواليزيشن فانا كده هقدر اطلع المعلومه بسهوله. يبقى انا دلوقتي خزنت البيانات بتاعتي، رحت عملت عليها اناليسيس، رحت عرضتها كفيجواليزيشن كتشارتس كرسومات بيانيه. عارفين انتوا الرسومات البيانيه والاحصائيه والحاجات دي، هنشوف امثله دلوقتي. فهنشتغل بقى بالباور بي اي، بالتابلو، بالبايثون، بالكوندس، ايا يكن التول اللي هنستخدمها. احنا في الاول وفي الاخر عايزين نعمل فيجواليزيشن، وعلى فكره بنقدر نعمل فيجواليزيشن على الاكسل. بس اما نيجي نشتغل ان شاء الله بقى عملي، هتلاقوني علشان اقدر اطلع داشبورد بالاكسل ممكن اخد ساعتين، بجانب اللي انا ممكن اعملها على الباور بي اي او التابلو واخد فيها نص ساعه بس. فكل تول وليها الحته بتاعتها او ليها الميزه بتاعتها. الاكسل ممتاز جدا 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 جدا، بس هو قوي في حته الكالكوليشنز وحته الترانسفورميشن والكلينسنج. الباور بي اي قوي جدا في حته الفيجواليزيشن. يعني كل تول وليها الحاجه بتاعتها، الميزه بتاعتها. فاحنا هنستغل ده وهنستغل ده ونبدا نشتغل ونشوف. يعني لما نيجي نطلع داشبورد هنا نلاقي الموضوع اسهل بكتير جدا في الباور بي اي، مش هاخد وقت والمجهود اللي كنت ببذله في الاكسل. تمام ان شاء الله يعني. تمام. طيب خلاص انا خزنت البيانات بتاعتي في داتابيز، عملت اناليسيس، عملت فيجواليزيشن. الخطوه اللي بعد كده خدوا بالكم احنا في الاناليسيس والفيجواليزيشن بنقدر نجاوب مجموعه اسئله، ما عدا ايه اللي هيحصل في المستقبل. لو انا عايزه اعرف، لو انا عايزه افتح فرع جديد مثلا في 2030، طب انا هكسب ولا هخسر؟ طيب مثلا عايزه اتنبأ المبيعات بتاعتنا تبقى عامله ازاي، العدد الكاستمرز، عدد الاوردرز في المستقبل. يعني من الاخر انا عايزه اشوف البيانات بتاعتي في المستقبل. في حته البريدكشن او التنبؤ دي انا كده بخش اي اي، انا كده بخش ماشين ليرنينج على طول. بيبقى عندي هيستوريكال داتا وبدخلها في الجوريثم. الالجوريثم ده بيبقى مكتوب بكود البايثون بقى او الار، ايا يكن الكود المكتوب، وبيطلع لي في الاخر الاجابه عن السؤال، هو انا هكسب ولا هخسر، هو افتح الفرع ولا ما افتحش الفرع. طب بناء على ايه بيديني البريدكشن ده؟ بناء على البيانات اللي عندي، الهيستوريكال داتا اللي بقى لها مثلا 5 سنين 10 سنين ايا يكن عدد السنين دي. فده جزء الاي اي والماشين ليرنينج. تمام. طبعا لو حد حابب يخش في الجزء ده فبيتعلم بقى شويه احصاء، statistics يعني،
طبعا مهم يتعلم linear algebra اللي هو الجبر الخطي اللي هو الماتريكس يعني بصوا في الجوريزمز كده بيحتاجوا فيها ماثماتكس، خطوات ماثماتكس شويه بجانب طبعا الستاتستكس. فلو يعني حد ناوي يخش في جزء الداتا ساينتست او كماشين ليرنينج انجينير او جزء الاي اي عامه، فمحتاج اللي هو يكون معاه statistics، محتاج معاه يكون معاه linear algebra mathematics يعني، محتاج كمان يكون معاه بايثون كلغة برمجة. خلاص بقى يبدأ يخش عادي في الاي اي والماشين ليرنينج. وعلى فكرة الحتة دي تحسوا ان هي صعبة، بس لا والله جميلة جدا ولذيذة، بس لو حد حابب يخش فيها يعني. تمام. بس كنصيحة ابدأوا بالاناليسز الأول، اعرفوا بس انا البيانات لما تكون معايا اقدر استفيد منها ازاي. فمجرد اللي انا هستفيد منها واقدر اشتغل عليها، ساعتها بعد كده انا عايزه اطور من نفسي او اجاوب على سؤال البيانات بتاعتي هتبقى في المستقبل عامله ازاي، فساعتها هبدا بقى اتعلم جزء الماشين ليرنينج والاي اي. تمام كده. يبقى تاني انا معايا بيانات بشتغل فيها داتا وير هاوسنج او داتا بيز عامه بخزنها عندي، ببدا اعمل عليها اناليسيس، عايزه اعرضها بشكل افضل عشان اقدر اطلع المعلومات بسهوله، فهعمل لها فيجواليزيشن. ولو عايزه اجاوب على سؤال البيانات بتاعتي في المستقبل هتبقى عامله ازاي او اتنبأ او بريدكت لقدام، فده كده جزء الاي اي والماشين. ده كده بكل اختصار الداتا ساينس. على فكره في حاجات تانية، لو البيانات دي كده البيانات بتاعتي بنسميها بيانات عاديه مش بيج داتا. مجرد بقى عندي حاجه اسمها بيج داتا اللي هي مليار، انا بتعامل مع بيانات مليار، لا كل التولز دي بتختلف. نبدا نشتغل بقى على الهدوب، نبدا نشتغل على كلاود. يعني احنا خلاص مش هقدر اشتغل على الاكسل ولا الباور بي اي، لا الموضوع بيختلف كتير جدا. تمام. ممكن اشتغل على الباور بي اي بس سيرفيس يعني، هنشوف الحاجات دي يعني، هبقى اقول لكم الحته دي يعني. بس عامة في برضه تراك اسمه البيج داتا. جوه الماشين ليرنينج في عندنا الديب ليرنينج والنيورال نتورك، وعندنا حاجات كتير، عندنا الداتا مايننج والحاجات دي. فاحنا في كل حاجة صغيرة دول فيها حاجات تانية. نفس القصة في الداتا وير هاوسنج، هتلاقوا في ناس اسمهم داتا انجينيرنج بيعملوا ايه هنتكلم. طيب بقى في ناس اسمهم بي اي، مين الناس البي اي دول هنتكلم برضه عن الحاجات دي. فاحنا عندنا مسميات وظيفية كتيرة جدا في المجال عندنا تولز كتيرة جدا، المجال نفسه كبير. فاحنا واقفين فين؟ احنا بس الرحمن الرحيم بنبدا لسه في المجال، واقفين في الاناليسيز. طب لازم بعد كده اخش على حاجه تانية من الحاجات دي؟ لا، على حسب كل واحد وشغله، على حسب كل واحد عايز يكمل ازاي. يعني انا مثلا خلصت دلوقتي الاناليسيز والفيجواليزيشن وخلصنا الكورس، الخطوه اللي بعد كده عايزه اخش اي اي ماشين ليرنينج، عايزه اخش في الداتا انجينيرنج، عايزه اخش في البيج داتا، عايزه اتعلم مثلا كمبيوتر فيجن. خدوا بالكم احنا في البيانات بتاعتنا عندنا 3 انواع اللي هنشتغل عليهم في الاكسل والباور بي اي. لو البيانات بتاعتنا تكست او نمبرز ارقام، او ديت تايم. تمام كده. يعني يا كلمات يا ارقام يا تواريخ وتوقيت. طب لو البيانات بتاعتي صور او البيانات بتاعتي فيديو او اوديو، ما دي نوع من انواع البيانات. طب هشتغل عليها ازاي؟ لا ده كده كمبيوتر فيجن وايمج بروسيسنج وليله كده في الماشين ليرنينج او في الداتا ساينس عامه. فعلى حسب البيانات اللي عندنا بنبدا نقرر احنا هنشتغل على ايه. فعامة بس عشان ما تشتتوش نفسكم، احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في الداتا اناليسيز والداتا فيجواليزيشن، وعايزين دلوقتي نتقن الجزء ده كويس جدا، ونقدر ان احنا نطلع معلومات مفيدة، علشان بعد كده لو انا عايزة اطور من نفسي ابدا اقرر انا هتعلم سيكوال، هتعلم مثلا ماشين ليرنينج، ايا يكن احنا عايزين نعمل ايه بعد كده. يعني خلوها كده واحنا شغالين، هبقى اديكم هنتات صغيره كده عشان تبداوا تقرروا انا في المستقبل هبقى محتاجه اعمل ايه، هوصل لايه بعد الاناليسيس. انا مش هشتغل 10 سنين ولا 15 سنه في الاناليسيس، لا بعد كده ايه الخطوه اللي بعد كده. تمام. طيب حد حابب يسال على حاجه؟ Thank you يا دكتور. أنا عندي سؤال بس. اتفضل اتفضل. هو إيه الفرق بين الداتابيز والداتا وير هاوس؟ حلو جدا، سؤال بتاع كمبيوتر ساينس فعلا. ماشي بص، الداتابيز والداتا وير هاوس. انا دلوقتي كشركه، خليني بس امسك الحاجات دي. انا دلوقتي كشركه، ماشي احنا دلوقتي بصوا، هو باشمهندس حاتم بيسأل عن ايه الفرق ما بين الداتابيز حاجه اسمها الداتا وير هاوس. احنا دلوقتي كشركه كبيره، تمام، بنخزن البيانات بتاعتنا زي ما اتفقنا في ايه، في حاجه اسمها داتابيز. طيب لو انا عايزه اعمل اناليسز وابدا احلل البيانات بتاعتي، تمام، وليا الاكسس او ليا الصلاحيه اللي انا اجيب البيانات. يعني احنا طول الكورس انا هجيب لكم البيانات جاهزه. طب هي البيانات بتيجي منين؟ بتيجي من الداتابيز. طب مين بيجيب لي البيانات دي؟ شخص بقى اسمه البي اي او الاي تي او اسمه الداتا انجينير، ايا يكن إيه المسمى الوظيفي بتاعه. فانا علشان اقدر اعمل تحليل للبيانات بتاعتنا بشكل
اسرع. خدوا بالكم احنا دايما، انا ممكن دلوقتي اروح على الداتابيز واروح اقول له جيب لي البيانات واقعد جنبيه ساعه او ساعتين او اقعد يوم كامل علشان بس يطلع لي البيانات اللي انا عايزاها من الداتابيز. فاحنا طبعا كل ما البيانات بتاعتنا حجمها بيكبر كل ما سرعه تنفيذ الحاجه بتبطأ. فانا مش عايزه كده. انا عايزه كل ما اشتغل يكون الموضوع سريع، يكون البرفورمانس بتاعتي عاليه بقدر الامكان. فانا محتاجه اعمل ايه؟ بنروح ناخد الداتابيز دي واروح احولها بشكلها. يعني هي بيبقى ليها شكل سكيمه معينه كده، يعني جداول مربوطه ببعض ومش عارفه ليها شكل معين وقواعد كده بنمشي عليها علشان اقدر اعمل داتابيز. طيب انا بحول الداتابيز دي، يعني خلينا نعملها بالشكل ده مثلا، بحول الداتابيز دي لحاجه اسمها داتا وير هاوس. فانا لو عايزه اروح احلل البيانات بتاعتي واقرا على طول من الداتابيز، فاسلم حل او افضل حل ما اقراش على طول من الداتابيز، بقرا من حاجه اسمها داتا وير هاوس. يعني بقرا البيانات بتاعتي منين؟ من الداتا وير هاوس. ايه داتا وير هاوس؟ زي المخزن بالظبط. فكره الوير هاوسنج عامه فكره المخزن. اللي انا بعمل ايه؟ انا عندي الداتابيز دي اللي بيحصل عليها كل شويه تغيير. اي اوردر هيجي هيتغير هيتحط هنا، اي اوردر تاني هيجي هيتحط هنا. فدي بتتغير يعني كل وقت، كل ثانيه، كل كوارتر، كل شهر، كل يوم. يعني البيانات تتغير في الداتابيز. فانا عايزه اروح اخزن البيانات دي في حاجه اسمها الوير هاوس، الداتا وير هاوس. فالبيانات بتكون موجوده عندي. وخدوا بالكم انا مش بخزن كل يوم، في ناس بتتخزنها كل يوم، في ناس بتاخد البيانات اللي هنا وبتنقلها في المخزن. طيب في ناس بتعملها كل كوارتر، كل شهر، كل سنه، كل سنتين، كل سنه ونص. طبعا يفضل كل ما المده تكون اقل كل ما يكون احسن، عشان اي تلف في الداتابيز او اي هاكينج على الداتابيز احنا معانا السورس الاصلي على الموجود على الداتا وير هاوس. تمام كده؟ انا عندي داتابيز بخزن فيها كل البيانات. بس مشكله الداتابيز دي ان اي يعني ترانزاكشن بتتعدل عندي في الداتابيز هنا. فانا عايزه لما اجي اعمل اناليسز ما تبقاش الموضوع يكون سهل، او يكون البرفورمانس بتاعي عالي. فلما باجي اشتغل بشتغل على داتا وير هاوس، مش بشتغل على الداتابيز. مش عارفه انت كده فاهمني ولا لا. يعني ان شاء الله احنا هنتكلم على الحته دي في الداتا وير هاوس. هتلاقوني بعمل ستار سكيما، عندي فاكت تيبل وعندي دايمنشن تمام فاهم. ودايمنشن ومش عارفه ودايمنشن. وهنعمل الحته دي ان شاء الله في الباور بيفت ونعملها في الباور بي اي. وبحولها بدل ما يكون شكلها عامل كده، لا هروح اعملها بالشكل ده بستار سكيم. الحاجات دي هنتكلم عليها يعني بالتفصيل. فطبعا تاني خلي دايما عندكم، احنا ممكن اروح على السيكوال سيرفر او الاوراكل او الساب او الاي بي ام ايا يكن الداتابيز اللي احنا شغالين عليه، اروح اقرا البيانات بتاعتي من داتابيز دايركت. بس الاحسن اللي احنا نروح نحولها لداتا وير هاوس. الاحسن نحولها لداتا وير هاوس. هيبقى في بروجكت في الحركه دي ما تقلقوش يعني. احنا بنحول البيانات بتاعتنا لداتا وير هاوس. بس طبعا يعني مالناش دعوه بالسيكوال. هقولها لكم على الباور بي اي بنقدر نعمل ده ازاي، او الاكسل يعني. بس ان شاء الله هنشتغل على الباور بي اي ان انا هاخد البيانات بتاعتي احولها للداتا وير هاوس كستار سكيم، علشان لما اجي اعمل اناليسيز يبقى الموضوع اسرع كتير من اللي انا اقرا من الداتابيز. فالحته دي هنتكلم عليها ان شاء الله بس قدام حبه حلوين يعني ان شاء الله. تمام كده؟ حد حابب يسال على حاجه؟ لو في حاجه مش واضحه قولوا. يعني الحاجات دي يعني لو اول مره حد بيسمعها هتلاقوا يعني ايه الطلاسم اللي انا بقولها دي. بس واحده واحده الحاجات دي واحنا شغالين هتلاقوني بقولها مليون مره. ف... فما تقلقوش يعني. جمعوا ما يمكن تجميعه حاليا، وان شاء الله الحاجات دي هنتكلم عليها بالتفصيل قدام. طيب بص انا في بس عايزه حاجه. اكد معاكي اتفضل. جزئيه. هو في او كورس تاني ان شاء الله بعد ما احنا نخلص الراوند دي هيكون اصلا خاص بالماشين ليرنينج، صح كده بصي حاليا لا. معايا؟ انا سامعاكي، انا سامعاكي. بصي حته الماشين ليرنينج دي لا، مش هقدر افيدك بيها ان شاء الله دلوقتي. نخلص الثلاث شهور بتوعنا وبعد كده يعني نبدا ماشي. الكورس تاني. قدام قدام ان شاء الله ممكن نبقى نعمل، ممكن حتى هي اوريكم ورك شوب كده. بتكلم اتفضلي. على امم انا معاكي معلش بس سامعاكي. انا بتكلم ان شاء الله يعني في اكتر من تايب عندك في الكورس بتاعك، صح كده؟ يعني انت عندك الكورس ده الاولاني بتاعنا، وفي ان شاء الله تكمله للكورس ده صح. براوند تانية صح. هتتكلم عن يعني بالبايثون والحاجات دي كلها، حلو بس خدي صح بالك كده؟ انا تمام، انا بس. باكد بس. لا بس خدي بالك مش ماشين ليرنينج. يعني احنا هنشتغل بالبايثون كداتا اناليسيز، هنشتغل سيكوال عشان نعمل داتابيز ونعمل داتا وير هاوس. بس مش هخش ماشين ليرنينج. فاهمه قصدي؟ عارفه سامعيني ولا لا؟ يعني بصي واحده واحده احنا انا سامعاكي كويس. بص كويس جدا. بصي احنا دلوقتي خلصنا الكورس تمام. الستيب الثانيه، الخطوه الثانيه بقى عشان اطور من نفسي. فنصيحه اشتغلوا بالسيكوال قبل ما تخشوا حتى ماشين ليرنينج. حتى لو انا هكمل ماشين ليرنينج السيكوال دي مهمه جدا، او الداتابيز. فكره الداتابيز دي مهمه جدا جدا جدا. حتى لو انا مش هشتغل او ماليش الاكسس او الصلاحيه اللي انا اخش على الداتابيز بتاعه الشركه واخد بيانات، بس طريقه التفكير نفسها وفكره الداتابيز والداتا وير هاوس وشكل السكيما وشكل التيبلز
واللي احنا ازاي بنريتريف البيانات بتاعتنا او بنجيب البيانات بتاعتنا دي مهمه جدا. فالستيب اللي بعد كده لا ندرس سيكوال كويس جدا ونتقنه كويس جدا ونشتغل فيه حلو قوي، علشان اقدر بعد كده عايزه بقى اكمل ماشين ليرنينج، عايزه اكمل مثلا داتا انجينيرنج، عايزه اكمل اي حاجه اقدر اكمل. طيب في البايثون انا مش هشتغل ماشين ليرنينج، انا هشتغل داتا اناليسيس، تحليل بيانات، يعني نفس اللي احنا هنعمله بالاكسل والباور بي اي هروح اعمله بلغه برمجه بالبايثون. الموضوع طبعا بيكون اسرع، مش اسرع، بيبقى اسهل شويه في لو البيانات كبيره، لان الاكسل ليه حدوده برضه في البيانات. فلو البيانات كتير كبيره لا انا ممكن اشتغل بالبايثون اسهل. فهنتكلم على مزايا كل حاجه فيهم، يعني هنتكلم ان شاء الله على مزايا كل واحد فيهم وايه الحاجه اللي هتفيدني يعني. انا كده جاوبت صح على سؤالك تمام. صح؟ كده تمام أوي. تمام زي الفل، كويس جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم عن فكره تحليل البيانات عامه. هنتكلم عن فكره تحليل البيانات، يعني ايه بقى تحليل بيانات، او ايه البروسيس اللي احنا بنمشي عليها عشان اقدر اعمل تحليل بيانات او اطلع معلومه مفيده. زي ما قلنا احنا دلوقتي عندنا بيانات، والبيانات دي انا عايزه اطلع منها معلومه مفيده. فقلنا لو انا اديت لكم واحد واثنين، عملنا عليها خطوات البري بروسيسنج او بريبريشن للبيانات دي، وطلعت في الاخر ان مجموعهم ثلاثه، او ضربهم مثلا لو عملت برودكت او ملتبلاي ما بينهم عليهم، يعني هيطلع لي ان مثلا ضربهم اثنين وهكذا. طيب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اعرف لو انا دلوقتي كمحلل بيانات ايه بقى اللي انا بعمله، يعني ايه الخطوات اللي بعملها. اول حاجه علشان اروح اشتغل على البيانات واطلع معلومات او يبقى اسمي داتا اناليست، ايه البروسيس اللي بنمشي عليها؟ اول حاجه بيكون عندي شويه اسئله عايزه اجاوب عليها. يعني دلوقتي انا جالي مديري جه، او مثلا بشتغل بروجكت فريلانسر مثلا تبع فريلانسنج عامه، او تاسك او بروجكت عامه، وهم كاتبين لي كام سؤال او عايزين مثلا اجاوب على كام سؤال. مفيش مشكله يا استاذ لؤي. ان شاء الله احنا كده كده بنسجل، وهرفع لكم التسجيل النهارده ان شاء الله. يعني احنا كل سيشن كده بعد السيشن برفع لكم، بصوا برفع لكم كذا حاجه، برفع لكم الاول ريكورد التسجيل، برفع لكم الاوتلاين اللي احنا اشتغلنا عليه والماتيريال اللي اشتغلنا عليها، وبرفع لكم تاسك كده او بروجكت على حسب بقى طبعا، يعني سواء تاسك او بروجكت على الحاجات اللي احنا اخدناها. احنا الكورس بتاعنا كله عملي، فمحتاجين ان احنا نشتغل بايدينا كتير، هنشتغل بايدينا واحنا في السيشن، وهنشتغل بايدينا في بروجكت مطلوب منكم او تاسكس مطلوبه منكم. ف... فان شاء الله النهارده هرفع لكم الحاجات دي كلها يعني، فما فيش مشكله يا استاذ لؤي. طيب نرجع تاني، يبقى انا دلوقتي المدير جالي او شخص مثلا محل او يعني ديسيشن ميكر ايا يكن، جالي وعايز يعرف اجابات عن اسئله. يعني بكل بساطه انا جيت لكم دلوقتي قلت لكم انا عايزه اعرف الاداء بتاعي في الشركه، احنا بننزل ولا بنطلع ولا ثابتين. طب هتقولوا لي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمبيعات. حد تاني الناس بتوع الاتش ار بالنسبه لاداء الموظفين عندي، عايزه اشوف اداء الموظف عندي بيزيد بيقل. طب عايزه اعمل مقارنه ما بين الاقسام واشوف مين اعلى قسم مثلا اداؤه بيزيد. طب عايزه اشوف المرتبات، يعني هل المرتبات عندي رينج المرتبات واحد على الاقسام ولا في اقسام مختلفه عن اقسام تانيه. طب لو انا بتكلم كده كشركه، طب لو انا على مستوى شركات اكبر، يعني عندي كذا فرع، فانا عايزه اعمل مقارنه ما بين الفروع، عايزه اعرف مين اداء الموظفين فيه اكتر. طيب ليه اداء الموظفين هنا بيقل؟ يعني خدوا بالكم في اجابه ليه اداء الموظفين بيقل. طيب عايزه اعرف مثلا احنا بنتكلم على مثلا الكاستمرز العملاء، عايزه اعرف ايه اكتر فرع عندي بيبقى فيه عملاء اكتر وايه اقل. طب ليه العملاء هنا اقل؟ معنى كده ممكن يكون عندي منتجات انا ببيعها في الشركه بتاعتي مش مناسبه للكوميونتي اللي احنا فيها، مثلا يعني ببيع المنتجات بسعر عالي، او مثلا جودتها مش حلوه. طب ليه جودتها مش حلوه؟ وهكذا. فانا عندي شويه اسئله، او ممكن يكون عندي بروبلم، او ممكن يكون عندي مشكله عايزه اجاوب عليها. احنا بنخسر، طب ليه بنخسر؟ فانا محتاجه ان انا اجاوب على ليه بنخسر، وايه سبب الخساره، ايه اللي خلاه يبقى فيه خساره. طب ليه اداء الموظفين بيقل؟ طيب ليه مثلا المبيعات بتاعتنا بتقل، عدد الكاستمرز بيقل وهكذا. فانا بيكون عندي شويه اسئله عايزه اجاوب عليها، او عندي بروبلم ومحتاجه ان انا اعرف سبب المشكله دي ايه. طيب خلاص انا عندي شويه اسئله او بروبلمز، محتاجه الخطوه الثانيه اعمل ايه؟ اجيب البيانات من الداتابيز، اجيب البيانات بتاعتي من الداتابيز اللي هتجاوب لي على الاسئله دي. خدوا بالكم انا دلوقتي كشخص اتش ار، تمام، هروح للشخص المسؤول عن الداتابيز، قاعده البيانات الاي تي او البي اي او الداتا انجينير، واقول له ان انا عايزه اجيب واحد اتنين تلاته. هل هيفتح الداتابيز ويجيب لي كل البيانات وكل الجداول بتاعت الموجوده في الداتابيز علشان بس اطلع تقرير له علاقه باداء الموظفين؟ ولا هيجيب لي الحاجات اللي علاقه بالامبلويز بس او بالموظفين بس؟ يجيب لي الحاجه اللي علاقه بالامبلويز بس. طيب حد تاني عايز يجيب مثلا يشوف المبيعات او الشحن الشيبنج مثلا، فهروح اطلع له من الداتابيز البيانات الخاصه بالشيبنج او الشحن.
واحنا بنجيب البيانات، انا بجيب البيانات اللي هتخدمني اللي انا اجاوب على الاسئله دي، مش هروح اجيب البيانات كلها. تمام. فانا اول خطوه عندي شويه اسئله عايزه اجاوب عليها، ببدا اجيب البيانات اللي علاقه بالاسئله دي او مثلا بالمشكله اللي عندي. الخطوه اللي بعد كده هبدا اعمل ايه؟ ببدا اعمل اكسبلوريشن على البيانات بتاعتي، او اعمل اكسبلور. ايه الاكسبلور دي؟ واحده واحده بقى. احنا دلوقتي البيانات جايه لنا، مثلا لو انا شخص مثلا كفريلانسر، وبيانات جايه لي مثلا ليها علاقه بالاتش ار، وانا دراستي مش اتش ار، انا مثلا كمبيوتر ساينس وعلوم، ما درسناش حاجه لها علاقه بالبيزنس ولا الاتش ار ولا الفاينانس ولا اي حاجه خالص. فهعمل ايه؟ هل هقول له لا انا مش هشتغل على البيانات دي علشان ده مش مجالي؟ ولا ايه رايكم نعمل ايه لو انا في الحاله دي؟ او حد مثلا فاينانس مثلا وجاله بيانات اتش ار، او العكس، جات لنا بيانات ميديكال، حاجات لها علاقه بالادويه والحاجات دي، هعمل ايه؟ بروح اعمل ريسيرش الاول على الداتا ديت واشوفها كده، بعمل لها اكسبلور. حلو جدا. انا محتاجه اعمل ايه بكل بساطه؟ يعني يعني بمعنى، ممكن اسال اللي طالب مني عايز ايه بالظبط. حلو ماشي، بس انت انت كده كده هتساليه علشان تعرفي ايه النقط اللي انت هتطلعيها، بس خدي بالك انت مش فاهمه الاعمده والبيانات اللي جوه دي ايه، مم. فهتعملي ايه؟ بس انا اتعلمت حاجه في شغلي ان احنا ندعبس ايوه، وهات المعلومه مش الله تعب. ينور. بالظبط كده. هو انتوا لازم تدعبسوا فعلا. بصوا، من الاخر احنا بنعمل ايه؟ احنا بنذاكر البيانات. انا همسك كولوم كولوم واعرف مم. الكولوم ده بيقول لي معلومه ايه، او هيفيدني ازاي. يعني مثلا عندي بيانات بتاعه تاريخ التعيين، انا كحد مثلا ما افهمش ايه الاتش ار. ايوه، تاريخ التعيين ده انا هعمل ايه؟ تاريخ التعيين ده حاجه مهمه جدا بالنسبه للاتش ار، هيعرف لي مثلا عدد سنين الخدمه او عدد سنين الخبره لكل موظف عندي. طب انا عندي مديني اداء الموظف في 2019 واداء الموظف في 2020، ايوه انا هعمل بيهم ايه؟ لا، هعمل بيهم حاجه كبيره جدا، ان انا لو طرحت التو كولومز دول من بعض، او طرحت مثلا اداء الموظف في 2020 من 2019، هعرف اداؤه بيزيد ولا بيقل. فانا، او مثلا لو بتكلم عن المبيعات، يعني انا بدات في تحليل البيانات كنت بتعامل مع بيانات ليها علاقه بالبروفيت والسيلز والريفينيو والحاجات دي. حرفيا ما كنتش اعرف يعني ايه سيلز ولا بروفيت ولا بيتحسبوا ازاي والكوست. لا، كانت الموضوع صعب بالنسبه لي، لان انا الحاجات دي بالنسبه لي ما اعرفهاش اصلا، ما درستهاش. بس بعد كده خلاص بدات اذاكر بقى شويه، اخلي حد برضو يشرح لي حته التجاره عامه، او في حته المحاسبه. فعرفت مثلا ان الكوست ايه، يعني ايه كوست، يعني ايه سيلز، يعني ايه ريفينيو، طب البروفيت بيتحسب ازاي، طيب البروفيت مارجن بيتحسب ازاي، وهكذا. فالحاجات دي احنا محتاجين على حسب بقى المجال او البيانات اللي معايا، انا بقعد اذاكر البيانات علشان اقدر اطلع المعلومه صح. لان انا ممكن على فكره حد يجيب لي بيانات واطلع له تقرير رائع وشكله جميل جدا، بس مش مفيد بالنسبه له خالص. ليه؟ مش دي المعلومات اللي هو عايزها، مش دي المعلومات اللي هتدي له انديكيتور او تدي له مؤشر احنا بنكسب ولا بنخسر، ولا اداء الشركه بتاعتنا عامله ازاي، او اداء العملاء او اداء الموظفين عامل ازاي. فانا ممكن اطلع تقارير، بس التقارير دي مش مفيده للشخص اللي قدامي. فالحته دي جوهريه جدا، لو طول ما انا فاهمه البيانات بتاعتي، طول ما انا هقدر اطلع معلومات كويسه. وخدوا بالكم، انا ممكن يكون مطلوب مني واحد اتنين تلاته، ممكن يكون مطلوب مني واحد اتنين تلاته، وانا اطلع له اربعه خمسه سته. ودي شطاره محلل البيانات، فكره بقى الاستاذه رنا قالتها، اللي احنا بندعبس في البيانات، وهطلع له حاجات هو مش ما يعرفهاش اصلا عن البيانات بتاعته، او يعني ايه، ما كانش يتوقعها. بس فهي الفكره في ايه؟ دي طبعا مع يعني مش بنجيبها في يوم وليله، الحاجات دي مع الوقت ومع الخبره ومع الدعبسه كتير ومع اللعب كتير في البيانات وفي الشغل وفي الحاجات دي. خلاص الحاجات دي بتبداوا تطلعوها. فمع الوقت الحاجات دي هتظبط معاكم ان شاء الله. فتاني، احنا في الاول في الاخر مش شرط اكون دارسه المجال نفسه علشان اقدر اشتغل على البيانات، لا، انا هدرسها وهذاكرها وهاخد فيها وقت علشان اقدر افهم البيانات دي. عشان كده بقول لكم مش شرط تعملوا شيفت كارير، بالعكس، لو انا اصلا تخصصي مثلا في اداره الاعمال، او تخصصي مثلا في التجاره او في الاتش ار او في السبلاي تشين، او مثلا في الميديكال، في الحاجات اللي هي الطب والصيدله والحاجات دي. يعني مثلا لغايه دلوقتي احنا بجانب ماشين ليرنينج والحاجات دي بنشتغل شويه على بيانات ميديكال. في حاجات انا فعلا ببذل فيها مجهود عشان افهم الكولوم ده بيقول ايه، او الامراض دي، يعني انا برضو مش فاهمه المرض ده بينديكيت لايه مثلا. فالحاجات دي بتاخد وقت ومجهود مننا، بس ده طبيعي. ليه؟ لان احنا مش متخصصين. فعشان كده بقول لكم طول ما انتم متخصصين في مجال معين، كل ما يكون احسن ليكم. خلاص، انا مثلا لو اي بيانات جات لي اتش ار، وانا اصلا تخصصي اتش ار او دارسه اتش ار، فبالتالي خلاص مش هبذل مجهود في الحته دي، مجرد ان انا هفهم كل كولوم كده بيعمل ايه او بيقول ايه، وهروح اشتغل على طول. طب لو حد مش تخصص اتش ار، لا، هيبذل مجهود. تمام.
بس فاحنا محتاجين نفهم البيانات بتاعتنا ونعمل اكسبلور على البيانات بتاعتنا ونفهمها كويس جدا، عشان بعد كده اقدر ادخل على الخطوه اللي بعد كده، اللي انا بعمل خطوات البري بروسيسنج على البيانات بتاعتنا. ايه بقى خطوات البري بروسيسنج على البيانات بتاعتنا؟ الحته دي بقى مهمه جدا، ان احنا خلاص فهمنا البيانات. طب الخطوه اللي بعد كده انا محتاج اعمل كلينسنج وترانسفورميشن على البيانات بتاعتي. يعني ايه؟ بصوا، دايما البيانات بنقول اللي هي يعني ايه 90% ما بتجيش سليمه. يعني ايه ما بتجيش سليمه؟ بصوا، في الاول في الاخر اللي بيدخل بيانات دي مين؟ بشر. فطبيعي ان احنا بنغلط، صح كده؟ فلازم او يعني ايه، يعني مش بلاش نقول لازم، معظم البيانات بتاعتنا واغلبيتها بيكون فيها ايرورز، بيكون فيها اخطاء. فانا محتاجه اعالج الايرورز دي. فقولوا لي كده مثلا ايه ممكن ايرورز ممكن تظهر عندنا، ايه ممكن اخطاء تظهر عندنا في البيانات بتاعتنا ومحتاج ان انا اعالجها. ايه رايكم؟ لو حد اتعامل على بيانات اكيد بيلاقي كوارث في الحته دي. مش عارفة، ممكن مثلا ما تبقاش دقيقة، في حاجات متكررة، في حاجات حلو قوي، الدوبليكيتس، التكرار. لو يعني انا عندي، مش في الكولوم بتاعها. صح، ماشي، يس. كويس جدا. ده اول حاجه، فكره التكرار. ممكن يكون حد مثلا عندي بدل ما بيدخل الاوردر مره واحده دخله مرتين ثلاثه، فكده عندي في تكرار في الاوردرز. دي نقطه. النقطه الثانيه في حته التكرار دي حته جوهريه برضو في شغلنا شويه، وبالذات في الداتابيز. في كل جدول كده عندنا بيكون ليه حاجه اسمه برايمري كي. يعني ايه برايمري كي؟ او ده الحاجه اليونيك اللي ما بتتكررش. زي ايه؟ زي رقم القومي. هل ينفع يكون عندنا اتنين حتى لو توأم يكون ليهم نفس الرقم القومي؟ مستحيل. تمام. طب هل ينفع يكون عندي مثلا اتنين اوردر بنفس رقم الفاتوره؟ ما ينفعش. فاحنا كده بيبقى في عندنا كولوم في كل جدول ما ينفعش يكون فيه تكرار. ده لازم نعالج التكرار اللي فيه. ما ينفعش يكون عندي فاتورتين بنفس رقم الفاتوره، او ما ينفعش يكون عندي اتنين اوردر بنفس رقم الفاتوره، ما ينفعش يكون عندي اتنين طلاب بنفس الاي دي. حتى لو الطالب ده مشى، هل ينفع اروح اي طلاب تيجي جديده اروح اديهم الاي دي بتاع الناس اللي اتخرجت؟ اكيد لا. فاحنا دايما بيكون عندنا في كولوم كده بنسميه برايمري كي. ده ما ينفعش يكون فيه تكرار، وما ينفعش يكون فيه نل. ما ينفعش يكون عندي اوردر طلع من غير فاتوره، وما ينفعش يكون عندي طالب موجود في الجامعه عندي مثلا من غير مثلا اي دي. ما ينفعش يكون عندي موظف من غير اي دي. ما ينفعش يكون عندي منتج من غير ما اكون مكوداه ومدياله اي دي او مدياله كود مثلا، وهكذا. فحته التكرار كويس جدا. ايه تاني؟ ايه تاني ممكن ايرورز ممكن نقع فيها؟ ممكن بلانكس مثلا. حلو قوي، البلانكس. اللي مثلا ناس مدخله لي الاوردر من غير ما يقولوا لي اسم المنتج ايه اصلا، فالبلانك ده هيأذينا جدا. او مثلا حد مدخل لي بيانات طلبه او موظفين من غير اسمائهم، او من غير مثلا ايه مثلا من الحاجات المهمه، من غير الايميلات بتاعتهم. انا كاتش ار فانا محتاجه الايميلات بتاعتهم عشان ابعت لهم مثلا الميتنج امتى، ابعت لهم اي حاجه. فالبلانك ده بالنسبه لي هيبقى حاجه مشكله بالنسبه لهم. حلو، ايه تاني؟ البلانك ده من الحاجات الفاضيه. في الداتا تايب كمان وفي التاريخ. حلو قوي، ده تايبس، انواع البيانات عندي. يعني هل ينفع يكون مثلا عندي كولوم بيكون فيه ارقام واروح احوله تكست؟ في حالات في حالات هتلاقوني بعمل الحركه دي على فكره. بس خلينا نقول مثلا هل ينفع يكون عندي كولوم فيه تواريخ وانا مدياه نوعه تكست؟ هيبقى غلط. او نوعه نمبرز؟ هيبقى غلط. فالداتا تايبس هتفرق، الداتا تايبس عندنا هتفرق. انواع البيانات عندنا فهتفرق في الكالكوليشنز. يعني مثلا كولوم بتاع مبيعات وانا اريال هو تكست، هل ينفع اروح اجيب صم لعمود تكست اصلا، او عمود نوعه كلمات او حروف؟ اكيد لا. عايزه اجيب الافريج المتوسط، هل ينفع اجيبه للكلمات؟ برضو لا. فده تايبس دي بتفرق. ايه تاني مثلا؟ في كوارث بتحصل، خدوا بالكم. ايه تاني من الحاجات تاريخ. المشاكل اللي بتظهر عندنا؟ التاريخ دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. يعني بصوا استنوا كده، انتوا طبعا مش هتبقوا شايفين عندي، بس لا انتوا كده شايفين. النهارده تاريخ كام؟ مم. النهارده 31/5 صح؟ لو انا 30. فاتحه اكسل دلوقتي هكتب 32 ازاي؟ 5. نعم. لو هكتب دلوقتي تاريخ، حسب متهيألي ايوه صح. على حسب ايه؟ يوم شهر ممكن سنة. على حسب الاكسل، هو حضرتك عاملاه ازاي، او مخلياه الديت ماشي ازاي، امريكي ولا انجليزي ولا مش عارفه، مش فاكره اساميهم يعني، بس حسب الاكسل. هو احنا اللي بنتحكم فيها في الاكسل على حسب ما انت عايزه. انا ماشي. قصدي تمام، بس هقول لكم حاجه. لو انا فاتحه شيت اكسل دلوقتي، يعني خليني افتح شيت اكسل دلوقتي بغض النظر عن الكلام الكتير اللي احنا استنوا كده نشيله. فاتحه شيت اكسل دلوقتي. تمام.
وعايزه اكتب تاريخ النهارده، اكتب ايه؟ قولوا لي هكتب ايه بالظبط. ممكن نكتب 5/31/2024. ايوه، ليه بقى لو اكتب كده؟ هنحط الشهر. استنى بس. بيتهيألي ده اسمه تاريخ أمريكي. لا، هو عشان الديفولت بتاع اللابتوب. ايوه، بصوا بقى الحته دي مم. يعني كارثه بالنسبه لنا. ليه بقى؟ انا دلوقتي النهارده التاريخ كام؟ يوم 31/5. احنا في مصر بنعمل ايه؟ بنكتب يوم، شهر، سنه، صح كده؟ ده مش تاريخ. ده بالنسبه لي مش تاريخ، ده قري تكست. ليه؟ لان هو الكمبيوتر بتاعي، الويندوز بتاعي، الاوبريتنج سيستم بتاعي بيقرا ازاي؟ مم. شهر، يوم، سنه. فبالنسبه له يعني هل انا عندي شهر 31؟ لا، فدي غلط. طب اما اجي اكتب بقى التاريخ لازم ابص اول حاجه الويندوز بتاعي او الاوبريتنج سيستم بتاعي ماشيه ازاي، شهر يوم سنه ولا يوم شهر سنه. فانا لو قلت له 5 يوم 31/20/24 ده كده تاريخ. بصوا بقت ديت هنا، ده مش ديت جنرال. حتى لو انا قلت له خليها نوعها شورت ديت ولا اي حاجه، في سيشن كامله هنتكلم عليها ان البيانات داخله لي بالشكل ده. فانا هقعد الف حوالين نفسي عشان اعدل بس المشكله دي. فدي كارثه بالنسبه لي. وخدوا بالكم هي هنا باينه، بس مش هتبان بقى في حاجات تانية. يعني مثلا احنا النهارده يوم 2/4، احنا في يوم 2 شهر 4. فانا لو قلت له 2/4/2024 هيقرا ان هو تاريخ. بس لو انا قلت له خليها مثلا لونج ديت، كده هو قاريها ايه؟ شهر فبراير، يعني شهر 2 مش شهر 4. فهو انا قايله له 2/4، انا كان قصدي يوم 2 شهر 4 2024. هو عملها ايه؟ هو عملها يوم 4 شهر 2. فلازم اراعي الويندوز بتاعي او الاوبريتنج سيستم بتاعتي، احنا هنا عاملينها ازاي؟ يوم شهر سنه ولا شهر يوم سنه؟ لان انا ممكن احط تواريخ كتير بالشكل ده، وبدل ما الاوردرز عندي تتسلم مثلا في شهر 2 هتتسلم في شهر 4. انا كده بوظت الدنيا. يعني لو حد بيشتغل على بيانات سبلاي تشين حياتهم كلها تواريخ. فعلا البيانات كلها، كل الكولومز تواريخ، او لو ارقام 1 و0، اتسلم ولا ما اتسلمش، وصل ولا ما وصلش، فبيحطها 1 و0. طيب حياتهم كلها لو في تاريخ واحد اتكتب غلط كده الدنيا باظت عنده. او شحن بقى ومينا وبيوصل، شركات بتستلم وشركات بتودي، وليله كبيره كده. فطبعا كتابه التاريخ بتفرق كتير جدا. فلازم اشك هل انا فعلا التاريخ ده صح ولا مش صح. طب لو مش صح هبدا اعالج ازاي؟ دي من الايرز اللي احنا هنقع فيها، وهنشوف هنعالجها ازاي ان شاء الله. تمام. خدوا بالكم من الحته دي. فاحنا زي ما قلنا ان الشخص اللي بيدخل البيانات في الاول في الاخر هو شخص بشر. فبالتالي اكيد هيكون في اخطاء، في وارد ان يحصل بنسبه كبيره في اخطاء. فاحنا محتاجين قبل ما اروح اعمل ريبورت واطلع تقارير واعمل داشبورد واعمل كل حاجه واجاوب على الاسئله، لا انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه ان انا اشوف لو البيانات بتاعتي فيها مشاكل، محتاجه ان انا اعالجها. طب الخطوه اللي بعد كده في الكلينسنج او اللي انا بعالج الاخطاء، في حاجه اسمها ترانسفورميشن. يعني ايه ترانسفورميشن؟ البيانات بتاعتنا ممكن تجي لنا من اكتر من مصدر. لو انا شركه مثلا، فمثلا عندي فروع كتير، فرع اسكندريه وفرع القاهره وفرع مثلا طنطا والمنصوره والاقصر واسوان. ادي الاقصر مثلا واسوان. فانا عندي حوالي 6 فروع. فانا محتاجه اعمل ايه؟ انا الشركه الام او الشركه الكبيره محتاجه ان انا اطلع كومباريزون كده او مقارنه ما بين ال6 فروع دول، واشوف عدد الاوردرز في كل فرع او اجمالي المبيعات لكل فرع. هل هشتغل وهم كده كل واحد لوحده؟ يعني ده لوحده وده لوحده وده لوحده. انا عندي دلوقتي 6 فايلات، هل هشتغل عليهم كده ولا المفروض اعمل ايه عشان اقدر اطلع تقرير مجمع؟ بنعمل ميرج الفايلات دي مع بعض بطريقه معينه، لان انا حلو عايز جدا. ناتج لكل السته بس في فايل واحد. ممتاز، بالظبط. انا هدفي اعمل ايه لو البيانات بتاعتي جايه لي من اكتر من مصدر، اللي انا هجمعهم في سورس واحد، في فايل واحد، واحط الناس بتوع اسكندريه تحتيهم، الناس بتوع القاهره تحتيهم، الناس بتوع طنطا بتوع المنصوره، وهكذا. فالبيانات بقت تحت بعض. فساعتها كل الفروع موجوده في شيت واحد او في سورس واحد او فايل واحد. ساعتها اقدر اطلع تقرير بكل سهوله. ده كده اللي انا بعمله. البيانات جايه لي من اكتر من مصدر وبجمعها في مكان واحد. ده كده ترانسفورميشن، بشتغل على البيانات عشان اقدر اطلع تقرير بسهوله. طيب مثلا انا عندي كولوم للكوست وعندي كولوم للسيلز وعايزه اجيب البروفيت. انا بقدر اعمل عمليات حسابيه، هقول له السيلز ماينس الكوست. تمام. فطلع لي احنا بنكسب ولا بنخسر. لو بوزيتيف فاحنا بنكسب، لو نيجاتيف يعني بالسالب فاحنا بنخسر. بس ده برضو اللي انا لما باجي اعمل كالكوليشنز، مثلا ازود كولومز، امسح كولومز، اعمل عمليات حسابيه، اجمع البيانات بتاعتي واعمل لها ميرج او ابند ايا يكن، بجمعها في مكان واحد. كل ده خطوات ترانسفورميشن. انا بعمل بروسيسنج على البيانات بتاعتي عشان اقدر اطلع تقرير بسهوله.
طيب انا تاني عندي شويه اسئله عايزه اجاوب عليها، بجيب البيانات اللي هتخدمني في الاسئله دي او هتساعدني ان انا اجاوب على الاسئله دي، بعمل اكسبلور للبيانات بتاعتي، بعمل كلينسنج وترانسفورميشن علشان اشيل الاخطاء اللي موجوده بقدر الامكان، زائد كمان لو البيانات جايه لي من اكتر من مصدر بجمعها في مكان واحد، بزود كولومز بمسح كولومز، بشتغل عليها شغل المصانع، ده شغل التصنيع، وده على فكره هتلاقونا كل ده كل شغلنا في الحته دي، كل شغلنا والمجهود اللي بيبذل في الحته دي. يعني احنا بنبذل مجهود في الاكسبلور، بس بعد ما بفهم بقى امسك بقى البيانات، حرفيا شغل المصانع. يعني احنا بنسمي نفسنا كده اللي هو ايه الناس الفنيين او الناس اللي هم يعني في ناس بتسمينا صنايعيه وفي ناس بتسمينا فنيين، فانا بسمي نفسنا فنيين شويه، اللي انا معايا الادوات بتاعتي وراح ايه امسك الحاجه واقعد اشتغل عليها عشان اطلع له الريزلت او المنتج في الاخر. طيب خلاص احنا في الخطوه دي كده البيانات جميله وتمام وما فيهاش مشاكل ومظبوطه، وساعتها جاهزه ان انا اقدر اعمل انالايز للبيانات بتاعتنا، ونطلع ريبورتس بقى، ونطلع تقارير ونقول له اجمالي المبيعات عندك كذا، طيب اجمالي بروفيت، فلو بالبوزيتيف يبقى احنا بنكسب، نيجاتيف احنا بنخسر، اداء الشركه عندي عامل ازاي، وهكذا. فمجرد البيانات بتاعتي بقت جاهزه ان انا اقدر استخدمها واعمل انالايزنج، على طول هخش اعمل انالايز للبيانات بتاعتي واطلع ريبورتس، وبعد كده اعمل لها فيجواليزيشن واطلعها كداشبورد واطلعها كداشبورد. تمام كده. في الاخر خالص بعمل برزنتيشن على البيانات بتاعتي. خدوا بالكم ممكن اعمل التقرير وكل حاجه، بس بيبقى في خطوه كده، ومعظم الشركات بتحتاج الحته دي، اللي انا محتاج الحاجات دي على الباوربوينت، لاني لو انا شغاله مثلا على الباور بي اي او شغاله مثلا كاكسل، وعايزه انا المدير بتاعي او انا كمدير دلوقتي عايزه كل يوم الصبح كده وانا رايحه الشغل في الطريق افتح افتح التقرير ده وابص على البيانات بتاعتي. طبعا لو البيانات بتاعتي كاكسل ما بتبقاش احسن حاجه على الموبايل، زائد كمان الباور بي اي ما بيبقاش احسن حاجه برضو. يعني حاليا هو بقى في نزل تحديث ان انا ممكن اعرض التقارير بتاعتي على الموبايل في الباور بي اي، بس زمان ما كانش اللي انا اقدر انزل الباور بي اي على الموبايل. فانا من الاخر عايزه اعرضه على باور بي اي مثلا، باوربوينت برزنتيشن، او اعمله في فايل وورد، فازاي بنقل كل اللي عملته ده على الباور بي اي على الباوربوينت، او مثلا فايل وورد، او ايا يكن بريزي مثلا، ايا يكن طريقه العرض. فالحته دي بتبقى مهمه. يعني دايما في مبدأ في الشغل كده، اللي هو الاهم من الشغل هو تظبيط الشغل. ممكن اكون عامله تقرير رائعه والدنيا تمام ومطلعه الارقام صح ومطلعه كل حاجه صح، بس مثلا اما اجي اعرض الشخص مش هيعرف يعرض مثلا، فمحتاجين اصلا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم في حته البرزنتيشن سكيلز. طيب او النقطه الثانيه اللي انا ما اقدرش اعمل فايل باوربوينت يعمل ده، ودي للاسف كانت حاجه وقعت معايا. كان عندي برضو طلبه، يعني كان بنزل البروجكت او الشغل بتاعهم، ففي ناس بقى عندي من المعارف يعني كلموني اللي هم عايزين حد يعمل لهم بروجكت معين، بس كانوا طالبين اللي هو يعرف اكسل وباوربوينت. فللاسف الشخص ده ما عرفش يشتغل الجوب دي او التاسك دي علشان فكره الباوربوينت، مع ان الباوربوينت ده سهل جدا، سهل حرفيا جدا، بس هم كانوا مستعجلين، هو مش معاه الوقت اللي هو يقدر يذاكر. يعني كان البروجكت عايز يخلص النهارده، كانت تاسك بسيطه يعني، اللي هو عايز يعمل اناليسز ويعرضها على الباوربوينت عشان يقدر يعرضها على المديرين بتوعه بس. فتاسك بسيطه كده بتروح مننا بسبب اللي انا مش عارفه برنامج اسمه باوربوينت او عامل برزنتيشن عليه. عشان كده ان شاء الله هنبقى في الاخر كده نبقى نتكلم عن الحته دي، هيبقى في ورك شوب كده مع بعض بنتكلم ازاي اخد الحاجات الموجوده على الاكسل اطلعها على الباوربوينت، ونفس القصه في الباور بي اي ان شاء الله. يعني الموضوع لذيذ، الباوربوينت لذيذ جدا، وزي يعتبر شبيه للاكسل شويه، بس طبعا كل حاجه وليها التخصص بتاعها يعني. تمام كده كده احنا تمام، في دي. حاجة عايزة بسيطة أقول لحضرتك عليها. اتفضل. هي عجباني جدا يعني، وأعتقد هتفرق معانا كتير. ان شاء الله. حضرتك دايما بتقولي كل حاجة بسيطة وسهلة، ودي حاجة من الحاجات الكويسة جدا جدا يعني، بجد والله. لو حد خايف من حاجة يعني زي مثلا كده الموضوع جديد عليا، لا مم. يعني فكرة إن كل حاجة حضرتك بتقولها كويسة دي بسيطة، دي كلها بسيطة بسيطة بسيطة، فدي حاجة كويسة يعني، من الحاجات اللي فعلا نحب نسمعها لو حاجة جديدة علينا يعني. فشكرا، بس حبيت أقولها كده. بصوا هقول لكم والله، هي سبحان الله هي مش مقصوده، بس هي فعلا تحليل بيانات جميل. يعني ان انتوا تاخدوا بيانات وتروحوا تشتغلوا عليها، الموضوع فعلا لذيذ جدا. انا عن نفسي بستمتع بيه جدا جدا يعني. ممكن اقعد كده يوم كامل بقعد اشتغل. وبصوا احنا كمان عشان البنات هتلاقونا بنقعد بقى ايه نفنن في الالوان وفي الاشكال ومش عارفه ايه كده. فالموضوع فعلا بسيط ولذيذ، وان شاء الله هتستمتعوا بيه. يعني اهم من الشغل اللي احنا يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون الموضوع ممتع بالنسبه لكم، تكونوا ان انتم بتدوا فيه مجهود وانتم مبسوطين بده، مش متقدرين من الاخر يعني. تمام. بس ان شاء الله بامر الله يعني ربنا يوفقنا تعليق صغير ازاي. بس. اتفضل يا استاذ ابراهيم. بالنسبه للنقطه اللي هي البريبير داتا دي، في بس ممكن يكون في تداخل كبير، او عندي البيانات بتكون معقده بشكل معين. مم. يعني انا عندي كم مندوب، المندوب ده تحته كم
عميل، فانا محتاج اعرف العملاء دول بياخد كم من المنتج المعين. عندي 5 6 منتجات، طيب بيعمل ريتيرنز لكم منتج، بيعمل في كم منتج اصلا بيرجع اكسباير. فعشان اقعد انا ارتب الترتيبه دي حاجه تحت حاجه كده، فبيحصل بس تعقيده معينه. فهنا حلو. ممكن انا عشان مثلا ما فيش خبره شويه في الموضوع ما بقدرش ارتبها بالشكل الامثل، فدي بالنسبه لي مشكله كبيره جدا. ايوه فهماك. بص اقول لك حاجه، ان شاء الله الحته دي اما نيجي نشتغل على حاجه اسمها البيفت تيبلز، يعني هتلاقوني. بص اقول لكم السيستم اللي انا بمشي عليه في الكورسز معايا عامه بتبقى عامله ازاي، تكونوا فاهمين الخطه بتاعتي برضه. عشان ايه؟ هتحسوا ان انا بعذبكم سيكا، بس انا مش بعذبكم والله، بس هقول لكم انا بعمل ايه. بصوا انا هتلاقوني الكورس بتاعنا انا ببقى مقسماه ل3 اجزاء. تمام كده. جزء بسميه اكسل بس. تمام كده. ده هنقعد فيه حوالي 9 سيشنز ان شاء الله، 9 مرات كده مع بعضينا. وبعد كده الباور كويري وحاجه اسمها الباور بيفت، وبعد كده الباور بي اي بقى. تمام كده. هتلاقوني نفس اللي احنا يعني ال9 سيشنز دول بقى بنشتغل بالاكسل صرف، يعني اللي انا بروح اعمل بالفانكشنز، هشتغل بالفانكشنز بايدينا، ونروح نطلع بيفت تيبلز وبيفت شورتز ونعمل داشبورد ونخلص كل حاجه. بس لما نيجي بقى نخش على الباور كويري، هتلاقوا نفس اللي بنعمله في ال9 سيشنز دول بعملهم مثلا في 3 4 سيشنز ولا حاجه، بكل بساطه. بس يعني هتلاقوني هنا شغل الفانكشنز والحاجات دي بعد كده هتلاقوني بعملها بكليكات، حرفيا بعملها كليك 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 كده هيعمل لي الفانكشنز اللي احنا كنا بنكتبها مع بعض. شويه الاكسل لما كنا بنطلع الشغل بتاعنا في ساعتين زي ما قلت لكم كداشبورد، لا انا هروح اعمله بعد كده في 30 دقيقه او في ساعه بس. فواحده واحده واحنا شغالين في الكورس هتلاقوني بديكم من الاول خالص البيزكس بتاعتنا، هو البتاع ده يعني الحاجه اللي انا عايزه اطلعها دي بتتعمل ازاي من الاول. طب ما ايه رايكم، هل في حاجه اسهل من كده؟ في اسهل من كده، تعالوا نعملها دلوقتي. بس فده يعني اسمها ايه الطريقه اللي انا بمشي عليها، او الثقافه اللي بمشي عليها دايما في الكورسز بتاعتي، ان انا مش بديكم الحاجه السهله على طول، لا. انا محتاجه ان انا افهم البيزكس بتاعتنا كانت ماشيه ازاي الاول، وبعد كده الاسهل عامل ازاي. طب ليه بعمل الحركه دي؟ ليه ما اخشش على طول؟ يعني في ناس تقول ايه، طب ليه ما نخشش على طول باور كويري؟ فاقول لهم ان شاء الله في السيشن رقم 10 تعرفوا ليه احنا ما بنخشش على طول في الباور كويري، ولازم ناخد ده في الاول. فيعني ليه عامة؟ علشان أي بروبلم تقع معايا هنا، أي مشكلة تبقى معايا هنا، لا أنا محتاجة أعدلها أو أشتغل عليها، فأنا لازم يكون عندي البيزكس في الأول. زي فكرة إيه؟ لو أنا دلوقتي جايبة مثلا موظف كان شغال في مصنع مثلا، شغال على الآلات القديمة، تمام كده، غير اللي أنا جايبة موظف شغال على الآلات الحديثة. فلو الآلات الحديثة دي حصل لها أي عطل مثلا، فهتعملوا إيه؟ لو جبتوا الموظف اللي شغال على الآلات القديمة وبعد كده اشتغل مثلا على الآلات الحديثة، فهيقدر يعدل الحديث ده. فده اللي احنا عايزينه في الاول في الاخر. زي ما قلنا احنا فنيين، او يعني عاملين زي بتوع المصانع كده او العمال. فانا لازم يكون معايا التولز كلها، لازم يكون معايا الادوات كلها. مش عايزه يكون معايا الادوات الحديثه بس، او الادوات اللي هتسهل عليا او بتطلع لي المنتج في 10 دقائق، لا. انا عايزه اكون عارفه الادوات اللي بتطلع المنتج في 20 ساعه، واللي بتطلع المنتج في ساعه. بس دي النقطه دي مهمه جدا. فده اللي ان شاء الله اللي احنا هنمشي عليه، يعني اللي احنا هنبدا من الاول خالص ان شاء الله في الاكسل. هتلاقوني بطلع تقارير، هتلاقونا من السيشن اللي جايه ممكن نطلع ريبورتز ونبدا نطلع تقارير. السيشن الثالثه بنطلع داشبورد، يعتبر احنا كده يعتبر وصلنا خلاص للمنتج الاخير اللي احنا عايزينه. بس بقى لو في مشاكل بتقابلني، طب ازاي بحلها؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. لو اللي احنا بنعمله هنا بنطلعه باور كويري، بندخله يعني في حاجه اسمها الباور كويري في الاكسل، بعد كده بنطلعه في الباور بي اي. فماشيين خطوه خطوه. فالحته اللي حضرتك بتقول عليها دي موجوده في البيفت تيبلز. هتلاقوني برضو بعمل التقرير بشكل معين، بس التقرير ده مش افضل شكل. طب هنحسنه ازاي؟ هنعمله بشكل تاني. طب نحسنه اكتر ازاي؟ نعمله بشكل تالت. فاحنا هنمشي مع بعض خطوه خطوه، ونقعد نفكر مع بعض ايه اسلم حل، طب ايه افضل حل، طب هل في حاجه تسرع شغلي شويه؟ في حاجه تسرع شغلي شويه، هنعمل كذا. فده يعني البروسيس، او يعني الثقافه اللي بمشي عليها عامه في الكورسات، فتبقوا عارفين يعني الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله يعني. تمام. آه طيب، حد عنده اي سؤال في الجزء ده عامه؟ طيب ماشي. عامه خلينا نرجع تاني للشغل الاساسي بتاعنا. حد عنده مشكله في البروسيس بتاعت الداتا اناليسيس؟ لان احنا الحته دي هنعملها عملي دلوقتي. هنشتغل عملي. لما نيجي نشتغل عملي، اول حاجه هنحط اسئله، هنجيب البيانات اللي هتجاوب لي على الاسئله، هنفهم البيانات، هنعمل عليها بري بروسيسنج، نطلع تقارير. فحد عنده مشاكل في الحته دي، او حابب اللي انا اشرحها تاني؟ لا دكتور، بس انا بستاذن حضرتك، انا بخرج لان وقت الصلاه عندنا، وان شاء الله برجع. ماشي ماشي تمام. احنا كده عندنا انتوا الصلاة مشكلة الساعة 12 انتوا ماشي. طيب اوكي اوكي مفيش مشكلة. احنا ممكن نخلص الجزء ده، وقبل ما نخش عملي هناخد 10 دقايق كده بريك ونرجع تاني.
فان شاء الله تكون لحقتنا في بدايه العمل ان شاء الله باذن الله يعني. هي الصلاة مش 10 دقايق بس، يعني ماشي، ربع ساعه. هتبقى أكتر من كده. يعني هو ان شاء الله، لا ما هو كده كده هيطلع دلوقتي الصلاه. إيه. لا مش اقصد، بصوا ثواني، هما في السعوديه، احنا كده عندنا 2 في السعوديه بس الصلاه دلوقتي عندهم، هم هيطلعوا ويقدروا ياخدوا أنا الحته دي عارف. كريكوردنج. تمام، فانا اقصد احنا لسه يعني هو هنكمل، لسه هنكمل الحته بتاعتنا دي، وبعد كده احنا هناخد أوكي بريك، تمام. فهم يكونوا لحقونا في الجزء العملي. احنا بقى في الصلاه لا، هناخد وقت الصلاه ما تقلقوش يعني، هتاخدوا بريك وقت الصلاه تمام كويس يعني. تمام تمام طيب ماشي. تمام. يبقى تاني احنا كده البروسيس اللي بنمشي عليها في الاناليسيز، اللي احنا عندنا شويه اسئله، ببدا اجيب البيانات بتاعتي، وخدوا بالكم البيانات دي مش شرط تكون جايه لي من مصدر واحد، ممكن تكون جايه لي من اكتر من مصدر، زي ما قلنا مثلا على هيئه مثلا 6 فايلات، لان عندي 6 فروع. خدوا بالكم مش شرط كلهم نفس نوع الفايل، مش كلهم اكسل، مش كلهم CSV مثلا، مش كلهم اكسس يعني ايا يكن. لا انا ممكن مثلا اداره تجيب لي البيانات بتاعتي اكسل، واداره تانيه تجيب لي البيانات بتاعتي فايل PDF. هل ينفع اقرا بيانات في فايل PDF؟ ينفع عادي. ممكن اداره ثالثه جميله جدا تجيب لي مثلا URL لينك، عيشي بقى باللينك، ينفع نشتغل باللينكات عادي جدا. فانا ممكن اقرا البيانات بتاعتي بسورسز مختلفه، بمصادر مختلفه او انواع فايلز مختلفه، عادي مفيش مشكله في الحته دي واشتغل عليها. طيب فاحنا حاليا ده كده اف سريع، ان احنا البيانات بتاعتنا بتيجي من داتا سورسز مختلفه، من داتا بيزز زي السيكوال سيرفر، IBM، الاوراكل، ممكن تكون جايه لي من ساب او من ساس مثلا، او من ابلكيشن زي الاكسل والباور BI مثلا والفايلز. تمام، ابلكيشنز بقى او URL او فايلز اكسل CSV. ايه الCSV ده؟ اللي هو كوما سيبريتد فاليوز، يعني البيانات بتاعتي مفصوله بكوما. يعني مثلا لو انا بكتب الاسم بتاعي، بكتب الاء كوما عصام كوما 60 سنة، كوما مش عارفة اسكندرية، كوما مش عارفة معيدة، وهكذا. طب البيانات بتاعتي على هيئة ايه؟ على هيئة كوما سيبريتد فاليوز، اسمها بنسميها CSV. هنشوف الحاجات دي يعني، هنشوف انواع الفايلز دي. فاحنا عندنا انواع فايلز كتير، مش شرط ان تكون البيانات جايه لي دايما اكسل. تمام، فهنبقى نشوف الحركه دي مع بعض يعني. فالبيانات لو بتجيلي من سورسز مختلفه، انا بدخلها وببدا اشتغل عليها ترانسفورميشن وكلينسنج وجزء التصنيع زي ما قلنا، واطلع في الاخر بقى كفيجواليزيشن. هروح اعمل لها شيرنج مع المديرين بتوعي او اللي هم متخذي القرار عامه، ديسيشن ميكر. هروح ادخلها كAI بقى وماشين ليرنينج، على حسب كل واحد وشغل، على حسب كل واحد وشغل. طيب زي ما قلنا تاني، اللي احنا البيانات بتجيلنا من سورسز مختلفه، بمشي بخطوات حاجه اسمها الATL. ان شاء الله هنتكلم عن الحته دي بالتفصيل، ده جزء الباور كويري اللي انا قلت لكم ان شاء الله من السيشن رقم 10 هنبدا فيه. وبعد كده الباور بيفت، اللي انا بعمل ازاي داتا موديلنج على البيانات بتاعتي، واعمل ريبورتنج بعد كده على سواء بقى بالاكسل او بالباور BI. فدي كده البروسيس اللي احنا هنمشي عليها يعني. الحته دي هتفهموها اكتر لما نيجي نخش بقى في الباور كويري في الاواخر، يعني تفهموا الخريطه دي في الاخر ان شاء الله يعني. طيب بعد ما بعمل اناليسيس بقى، عايزه اطلع تشارتس، عايزه اعمل فيجواليزيشن بتاعي. فاحنا قلنا هنشتغل على الباور BI، وهنعمل برضه فيجواليزيشن على الباور الاكسل ان شاء الله. فاحنا بناخد البيانات بتاعتنا ونحولها بالتشارتس بالشكل بقى، الدونت تشارت، الكولوم تشارت، الباي تشارت، اللاين، الاريا، البار. جزء الفيجواليزيشن ده اللي هو مجرد ان انا عندي بيانات، هنتعلم ازاي بقدر اختار الفيجوال الصح او النوع التشارت الصح اللي تقدر تخدمني. يعني هتلاقوني واحنا شغالين ان شاء الله هختار الشارت غلط، فهتبقى صعبه جدا في القراءه. طب ازاي نحسن؟ هنختار نوع تاني. طب ممكن اكون مختاره نوع الشارت صح، بس مثلا هنا مثلا مين اكبر ومين اقل في الاعمده دي؟ الاكبر بتبداوا عينكم رايحه جايه كده عشان اشوف مين اعلى ومين اقل، فده مثلا اعلى. طب مين الاقل، ده ولا ده؟ هلاقي مثلا ده. فلا، لو الكولومز دي كانت مترتبه كانت هتبقى احسن، هظهر مين اعلى ومين اقل على طول. فالحته دي هنتكلم عليها ان شاء الله يعني كفيجواليزيشن. بس في الاخر احنا بنوصل لحاجه اسمها الداشبورد، ده من ضمن المشاريع ان شاء الله ان انتوا هتطبقوها على الباور BI. ده بروجكت بيتكلم عن البروجكت مانجمنت، انواع المشاريع عندي، الكوست ريدكشن، الانكم، البروسيس، مش عارفه الوركينج كابيتال، ودي اجمالي البنفيتس اللي بيحققوها. ودي نوع تشارت محطوطه، فانا مجرد ان انا هختار مثلا اي اسم بروجكت، ده فلتر بقدر اطبقه حاجه اسمها سلايسر. فانا مجرد ان انا هختار اسم البروجكت او اختار نوع البروجكت، كل الارقام دي وكل التشارتس دي وحتى الجدول بيتبرمج او بيتفلتر على ده. يعني انا اخترت مثلا نوع البروجكت اللي اسمه كوست ريدكشن مثلا، هتلاقوا الارقام اللي هنا والبيانات اللي هنا بتتغير على الكليك اللي انا عملتها. بص عشان توضح اكتر، مثلا في الداشبورد دي بيانات مثلا بتاعه فاينانس شويه. فمثلا عندي هنا الارقام اللي احنا بنحققها والتشورتز وجداول وريكومنديشنز كده. فانا عندي هنا مثلا لو انا عايزه اشوف البيانات دي كده خلال 3 سنين، انا عايزه اشوف على 2019 بس، هل هضطر اعمل نفس الداشبورد تاني وافلتر على 2019 بس؟ لا، انا بدخل حاجه اسمها سلايسر كفلتر، واقول له اعمل لي كليك بس على 2019
كل الشورتز والارقام دي بتتغير على الكليك اللي عملتها. طب عايزه ابص على 2020، هكليك على 2020، مجرد ان انا هدوس على 2020 كل الشورتز والحاجات دي بتتغير على 2020، وهكذا بات. طب انا اخترت مثلا 2020 والقسم اللي اسمه اي ام سي مثلا، ولما يكون المشاريع بتاعتي الحاله بتاعتها او الستاتس بتاعتها اتكنسلت او اتقفلت او لسه شغاله، فبكل بساطه انا هختار السنه واختار القسم واختار كمان اما عايزه اشوف المشاريع اللي اتقفلت عددهم بقى وكل الارقام بتاعتهم، كل المعلومات الخاصه بالحته دي. فانا ممكن اعمل داشبورد كاوفر فيو عامه، واخليه سبيسيفيك اكتر او محدد اكتر بفكره الفلتر دي. فدي ان شاء الله هنعملها باذن الله يعني. نفس القصه برضو دي داشبورد. بس كده انا كده خلصت يعتبر كل الجزء الاولاني او اللي هو الشرح اللي في الاول خالص اللي هو بيتكلم عن فكره الداتا اناليسز عامه. فهل حد عنده اي سؤال؟ الدنيا واضحه معاكم؟ تمام، حلو جدا. انا بالنسبه لي الحمد لله تمام.